بصوا يا جدعان، احنا هنا بنهزر، حتى لو اتكلمنا جد، فما تزعلش. هنتكلم في مواضيع عامة. حتى لو زعلت معلش. صلوا على النبي كده يا معلم رامي، احنا جايين عشان نتمم الصفقه، قصدي نتمم الجوازه وناخد ايد بنتك المحترمه لعريسنا المحترم. علي افضل الصلاه والسلام. صفقة ايه يا ابني؟ هو انت فاكرني فاتح معرض عربيات؟ لا يا عمي، احنا جايين طبعا بالحلال، والموضوع كله بالنسبة لي يعني جواز وبيت وعشرة وأسرة كده يعني. بيت واسره؟ انت بتتفرج على مسلسلات ابيض واسود ياما يا ابني. الجواز دلوقتي في 2025 استثمار. هو ده الكلام يا كبير، الجواز مشروع والعروسه هي راس المال والجهاز هو الميزانيه والعريس هو المستثمر. مستثمر ايه يا عم حسين؟ دي جوازة مش بيزنس. لا يا ابني، كل حاجة في الدنيا دلوقتي بقت بيزنس، حتى الحب. عندك راس مال ولا لا؟ أنا عندي السوري، عندي وظيفة محترمة وشقة إيجار جديد الحمد لله. إيجار وجديد؟ يا ابني أنا عايز دمنهور. أنت ممكن تمشي كده وتسيب البنت في أي لحظة. إحنا عايزين عقد تمليك. طب بص يا معلم رامي، الله يلا على الجد، والجد الله عليه. احنا ممكن نعمل نظام تقسيط مريح، سيدي يدفع عربون وبعدين يتجوز ويكمل الباقي قسط شهريه، او نعمل نظام الايجار المنتهي بالتملك. أنت جاي معايا علشان أخطب ولا نشتري عربية زيرو؟ والله يا ابني أنت دماغك نضيفة، دماغك عداني كده. طب قول لي كده بقى، إيه مميزات العريس؟ يعني إيه اللي يخلي بنتي تستثمر مع ده؟ اقول لك انا، حسين راجل محترم، ماله هدوم، ما غركش انه رفيع، ماشي جنب الحيط، يصحى متاخر، ده دليل على الراحه النفسيه، وبيكره الصرف الكتير، يعني حياته اقتصاديه. أنا كده بقيت بضاعة. طب سؤال بقى، ده مهم، ها؟ لو بنتي طلبت حاجة غالية هتعمل معاها ايه؟ ها؟ والله يا عمي ما اكدبش عليك، هو في امكانياتي اكيد طبعا مش هتاخر عليه، ولو مش في امكانياتي هتفاهم معاها وافهمها يعني بالراحه وبالبساطه. غلط يا ابني، الغني هو اللي يعرف يشتري حاجة كده من غير ما يحس، زي شبكة الدبوس يعني، لكن الفقير هو اللي بيفاصل. خلينا في المهم، هيديني المهم. حسين يدفع مهر مبدئي، ماشي، وبعد سنه يعمل تحديث للمهر، مش بقول لك. ولو الوضع اتحسن نرفع المهر تدريجيا زي الابديت بتاع البرنامج. انا مش روبوت حسين. طب نخش بقى في الموضوع الجد، انت بتشجع الاهلي ولا الزمالك؟ اخيرا لقيت سؤال طبيعي هتسأله. اكيد طبعا دم احمر يبقى اهلاوي طبعا. كنت بفكر اوير، بس للاسف خسرت الصفقه. ايه؟ هو الجواز متوقف على الكوره ولا هي اي حاجه فيها سكس باك وخلاص؟ طب لو شجع بيراميدز ساعتها هيبقى مستثمر حقيقي، وممكن افكر في الموضوع. بص يا عمي، انا مش جاي اعمل صفقه. الجوازه دي انا مش جاي اعمل فيها صفقه، انا جاي اتجوز بنتك، ولو الجوازه بالنسبه لك عباره عن صفقه فانا مش ليها والجوازه دي مش ليا. براحتك يا ابني، بس لما تعرف بقى انك ضيعت فرصه العمر ما تقولش اني نصحتكش وقلتلكش الصح. بصراحه عنده حق. اهو يا دي انت ممكن تاخد الجوازه ديت وتبيعها بعدين بسعر اعلى. مش بقول لك. اقول لك على حاجه، انا عندي خطه للجواز واعاده البيع. فهمني، اديني. احنا نعمل زي اللعيبه، طلع بنتك لحسين اعاره مع حقيه الشراء. فيها ايه؟ فيها الجوازه دي فيش عشان دي طلعت صفقه بيت الناس حسين، تمام؟ بيت الناس حسين. يعني ميتين ابو الناس كلها. يلا بينا دلوقتي بدل ما نهيك انت شخصيا، يلا. صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت المحلي اللي بتشوف فيه الفيديو دوت. وليلتك حلوه. بص لي انا اصل انت باين. الوحيد اللي متجوز فينا. متجوز. الحلقه النهارده عن الجواز. طب انوه بقى، اي حاجه هنقولها النهارده في الحلقه بلاش علاقه بحياتي الشخصيه. اي حاجه هيقولها النهارده هو بره عن حياته الشخصيه. انا والمعلم دوت
لا احنا هنزيد معاكم، احنا شباب زي بعض. عادش لا مخطوبين ولا متجوزين لا مرتبطين ولا اي نيله. حاجه. سناجل. أيوة. انا الوحيد اللي سناجل. متجوز. احلى سنه. بس يعني انا يعني اما اجي اتكلم عن الجواز تاني ماليش علاقه بحياتي الشخصيه وماليش علاقه ببيتي، وبتكلم بقى عن حالات انا شفتها بره. يعني في حالات انا شفتها بره في جوازات بره، ففي سلبيات وفي ايجابيات برضه. يعني أيوة. ننكر في الايجابيات اهم ايوه من السلبيات. يعني احنا لازم نركز ايه على ايجابيات عشان يعني هيدخلكم في حياه الناس. يعني مثلا ما بقاش ايوه يعني مثلا ما بقاش فانوس سحري مثلا والاقي راجل عادي عادي سيب يقول لي مش عايزه تعيش اقل من العيشه اللي انا معوده عليها. اللي هو هو اصلا سالف شراب عشان يلبس الوحيد اللي شراب قدامي. ايه؟ ما عندوش شراب اصلا. عنده شراب. بقول لك سالف شراب. سالف شراب اصلا. سالف شراب. هو ما عندوش بس طلع. ماشي، احنا هنتكلم على التعارف والشط. ده بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه موضوع الشط اللي منتشر دلوقتي؟ يعني انا دلوقتي بس عايز اتكلم في موضوع مهم بقى، في موضوع الشط ده. الموضوع وصل للاطفال. يعني احنا دلوقتي بقى في كي جي 1 وكي جي 2. انا لسه شايف فيديو على السوشيال ميديا واحد بيعيط، طفل تقريبا في كي جي 2، يعني تقريبا ما دخلش لسه شايفه امبارح. شفته بيعيط ومقطع نفسه في العياط وامه بتهديه. يعني امه بتقول له معلش يا حبيبي هتيجي لك واحده ثانيه وتحبها. لا بس بتقول له هتجيب لك واحده ثانيه هتحبها وخلي بالك وهو انا هموت، انا ازاي البنت دي تسيبني وبتاع وانا بحبها، هتيجي واحده ثانيه معلش لا انا مش عايز غيرها. وهو كي جي 2 تقريبا. انت عندك كام سنه؟ انا 33 سنه. ايوه 24 سنه. فرق 30 سنه بيني وبين السناجل. بس انتوا عشتوا يعني، ما تحسسونيش ان انتوا سناجل. ده ده انتوا سناجل من 2 الظهر امبارح. يعني ما تحسسونيش انتوا سناجل من اول ما اتولدتوا. ده انتوا ايوه ما تعيشوش الدور. سجل بقالي والله بقالي سنة. 4 شهور ولا 3 شهور حاجه زي كده. وانت لا بقالك والله سنه. العظيم بقالي سنه تصدق. انت بقالك سنه بقالي 3 شهور بس. المهم يعني خدت الصابونه وانا مالك فاهم. انتوا ليه فرحانين بنفسكم كده يعني اللي انتوا سناجل؟ عادي اصلا اقول حاجه بصراحه، انتوا انت قلت مره حياتك الشخصيه. ايوه بس من حقكم كنترول. لا انا سعيد جدا بحياتي الزوجيه. هو والله سعيد وحياتي الزوجيه مستقره والحمد لله زي الفل. الحمد لله بسم الله ما شاء الله اكبر يعني. المهم ان الشط منتشر. انا عندي سؤال بس. الشط كان زمان ازاي؟ بما انك الولد هو اللي بيشوط البنت. لا. البنت بقت هي اللي بتشوط الولد. ماشي بقى. ماشي انت بتتكلم في العام. انا مش بتكلم في الشط. ازاي؟ يعني دلوقتي السوشيال ميديا فاهم، لو دخلت صح هتعرف تجيب. لا انا ليا ذكريات حلوه في موضوع الشط بجد. مش هتكلم على ذكريات، بس انت بتتكلم في سؤال هرد لك عليه. هو مش زمان، احنا مش في ايام الطربوش، احنا ايام برضو ايه الالفينات والكلام ده. هو على حسب انهي طربوش. يعني بدايه الالفينات. ايام الالفينات، خلينا في ايام الالفينات. في الالفينات، في بدايه الالفينات دي كانت ايام الكليه والكلام ده. فعلا ما كانش فيه موبايلات. يعني انا كنت حضرت الزمن اللي ما كانش فيه موبايلات، وكان في بقى ايه يعني طبعا الناس القديمه عارفه الكلام ده. في كارت ميناتيل ده اللي بيتشال، طبعا الكاميرات دي كلها اتشالت. كارت ميناتيل كده جميل تمام، كان ب 5 جنيه و5 جنيه، كانت فلوس خلي بالك مش قليله. بتشتريها ليه بقى الكارت ميناتيل؟ ما انت عندك تليفون في البيت، لا عشان رقمك ما يتعرفش، عشان لما يجي ابوها يرد عليك تمام يلاقي كارت ميناتيل، يتصل يلاقي كابينه يقول لك الرقم ده غير معروف او الرقم ده كارت ميناتيل، فبالتالي انت خلاص ايه تخلع يبقى رقم غريب. هو الموضوع كان تليفونات، بس تليفونات بيت، وكان جوابات بقى. ايام الجوابات دي كانت ايام لذيذه. يعني انا ايام كنت في المسرح، كنت بنبعت جوابات. يعني كنا في مبنى العجوزه في اتحاد الطلبه، وكنا في مسابقه اول جمهوريه والكلام ده، كنا بنبعت الجوابات. مش انا طبعا، صحابي. مش انت دي يا ابن الموقوس. مش انا والله ما مش انا. المهم كنا بنبعت جوابات لبعض بالاحبال. يعني هما كانوا الدور الاول واحنا الدور الثاني، وكنا والله بجد بننزل الحبل بالجواب يقولوه يتقابلونا الساعه كذا مثلا في الحته الفلانيه، ونهرب من مبنى العجوزه والكلام ده. وكان نفس القصه مثلا لما كنا في بروفات او في مدارس، وكنا بنستنى على المدارس بتاعت البنات تمام. صحابي طبعا انا كنت مؤدب، وبنستنى على مدارس البنات، وكان بنت مثلا تيجي ايه ومش ايه، ونحاول ايه جول معاها اي كلام باي طريقه، وبالذات لو شله اوبا يلا تمام يبدا يتعامل
بارقام تليفونات البيت، وزي ما قلنا ايه ان انت ما تكلمنيش ايه من تليفونك ولا حاجه. وطبعا ساعات يرد الاب ايه ومش ايه، لا والله احنا عايزين محمد حسن، محمود عبد الله، في اسامي معروفه كده. ايه محمد حسن الو يا عم عايز محمود عبد الله. انا اختها اللي انت ما تعرفهاش. اي هبل هيقلب في ثانيه. فاللي هو ده النظام. وكان مقابلات سريه بشكل غير عادي. عارف تحس ان انت في مباحث امن الدوله واللي هو بتقعد تامن. كانوا غلابه والله. دلوقتي دلوقتي احنا بقينا بنخش البيت بنقعد معاهم نشرب شاي ده الحقيقي. ده انا سمعت الكلام ده فعلا والله. سمعت العيال في ابتدائي في اعدادي وثانوي بيخشوا بيوت اللي شاطرين ويقعدوا معاهم وياكلوا ويشربوا معاهم، وتقول لي ومامتهم عارفه ان هو شاططها، يعني عارف اللي هو بتعرف عليه، ومصيرهم يتخطبوا ومصيرهم يتجوزوا. لا انا الحياة طلعت سهلة. صغيره موجوده. مصعبينها على ميتين انا لا والاهالي عارفه ويقول لك مصيرها تتجوز، وفي ساعات بيصدقوا ويتجوزوا فعلا يعني مش هينكر، وساعات طبعا بيخلعوا. يعني انا لو قابلت حد زي ده اكيد هخلع. يعني من النهايه كده. يعني بس الشط كان بكارت مناديل كارت بلاتيني او جوابات. والله بس كانت ايام على فكره انا حضرت الجوابات دي. والله ايام حضرت، لذيذه. يعني مش حضرت، عشت فتره الجوابات. عايز اقول لك الموضوع كان صعب. حتى في السبت ويطلع فاهم. شفت انت عمر افندي، مسلسل عمر افندي؟ كان البوستات نجيب الريحاني. ايوه عظيم الكوميديا. المسلسل بتاع عمر افندي. انا بحسب الفيلم. لا المسلسل بتاع عمر افندي الاخير بتاع احمد حاتم. سمعت عنه. اتفرجت على كان بوستاد كان مصطفى ابو سريع وحب بنت مصطفى ابو سريع فاهم. فالتاني عايز ينجز في الشط، فقال لها بقول لك انجزي نزلي السبت، المفروض ان هو من زمن اللي هو الحالي فاهم، هو راح للماضي، فانجزي مفيش وقت، نزلي سبت، خدي جواب، اطلع اقري يلا. بس الكلام ده بقى قعد لغايه كنت بعملها وانا في المدرسه وانا صغير. ما هي دي بقى اللي انا بقول لك، كنت بحذف الورقه للبت والبت اللي هو الدبورات دي دبور. البت والمدرس يقول لي ايه ده، اقول له بنلعب. وكان ايام الكليه بقى، ايام الكليه كان في حاجه حلوه قوي برضه. كنا بناخد البنات كده شله. ايام الكليه دي كانت احلى ايام في حياتنا يعني. كنا بناخد البنات شله كده ونروح بيهم السينما الصباحي اللي هي ب5 جنيه بقى. يعني انا اتفرجت على حاله حب في الايام دي، واتفرجت على افلام حبك نار. كان حبك نار. وناخد بقى شله بنات. انا والله العظيم يعني مش بجامل، كان ممكن تبقى شله بنات يعني 10 بنات 15 بنت عدد. كل دول بقى كانوا صداقه عاديه مش شرط. طبعا يعني هنعمل صحابي اصدقائي وزمايلي. والله انا كنت في الكليه بيتجاب لي سندوتش همبرجر يا ابني وحاجه ساقعه انا بحب لسه واكل ايه من العيال. وبرجر وحاجه ساقعه وانا قاعد وما احضرش هو المحاضره. البيبي اللي عنده ده من الفراغ. والمحاضره ده توأم. والمحاضره بتجيلي لغايه عندي مكتوبه. هو الشط بقى بالنسبه دلوقتي الايام دي اللي هو الجديد اللي هو ايامي بقى وكده. فبالنسبه للبنت هي عايزه الولد الكرييتيف المخربش المحترم ده، يعني ايه لومو. ده بتاع امه بنضاره ودحيح، فمش عايزاه بالظبط. مش بتاع الكلام ده هو. فهم عايزين بقى ايه اللي هو الولد المخربش. حتى تلاقي في بنات هاي كلاس ويبصوا لعيل سرسجي. انا نفسي افهم ليه، بس ماشي تغيير. يقول لك ده هيحميني هيحميكي يبقى ما علينا. لا هو شغل محمد رمضان وشغل الناس اللي هو الليمبي والناس دي لا بقى خطوه بقى. الناس دي بقت عاليه يعني. السينمات بوظت عقول الناس. يعني مثلا انا لما في بنت قبل كده كانت عجباني، فدخلت عليها وقلت لها ايه، بقول لك ايه انت عارفه اللف والدوران؟ فطبعا اتخضت. فقالت لي بس في ايه؟ قلت لها بصي سكه ودغري انا بقى ما اعرفوش، انا بحبك كده والله. فهي بقى يا عيني اتخضت. انا بحبك كمان. ثبتها والله مش عايز ابوك بيكتب الكتاب دلوقتي النهارده. انا عرفت احسب ليه بقى سجل. هي اتخضت والله. بعدها خلاص تمام. في واحده تانية برضه خضتها برضه. لا والله كنت قاعد بالليل لقيتها اونلاين. فقلت اخش انكشها. هي عماله تنزل في حالات، قلت بس هي واحده فاضيه وعايزه ايه؟ وانا فاضي فنبقى مع بعض. فاضي هننجح حياتنا يلا. فالمهم ايه، تواضعت طبعا برضه ودخلت لها. ضوعت. انا شفت هقول حاجه بس حسين
اول امبارح كان منزل ستوري، اول مره اشوف الستوري ديت حسين منزلها على الواتساب، فاهم؟ والمرأة ومش عارف ايه، انا ما شفتهاش، انا سمعت، انا جايب اللي هو الردود عليها، انا ما سمعتهاش. ورفقا بالله عايز اقول لكم قريب. يعني ما اقول انا عايز لا ثانيه واحده بس. حسين عدو المرة. حسين مش احنا. حسين عدو. والله انا محب جدا للمرأة. انا عايز اقول لك انا اتصدمت. اللي بيجي على هوايه بقى يا ابني انا اتصدمت، انا بقول لك انا ببص كده ده حسين. ده بقول لك في بنات فده ردت عليك بتبقى نفس شخص- الطريقة. انا دخلت سالت سؤال واحد، هو انت اتسرقت؟ بقول لك اتسرقت. طب الواتساب حد عارف هيهكره منك؟ في حاجه غلط، انت ما تكتبش الكلام ده. مين ده؟ راح لي ليه يا عم؟ مش للدرجه دي، مش للدرجه دي ايه؟ هو انا ما اعرفكش؟ دي الحالة بتاعتك صح؟ انا شفتها. فالمهم تواضعت وكلمتها. وكلمتها قلت لها بقول لك وانت فاضيه دلوقتي؟ قالت لي في حاجه برضه بالسؤال بالليل. فقلت لها اصل يعني كنت عايز اخد رايك في حاجه. قالت لي قول. قلت لها ما تيجي نقسم الليل مع بعض. نقسم الليل؟ نقسم الليل سوا. هو ده زي اسم اللقمة؟ زي نقسم اللقمة؟ ازاي؟ يا عم اسمع. يحرق الفلسفه ده اللي هو عارف اللي هو الخطير ده. قالت لي ايه ده ازاي يعني؟ قلت لها بصي انا هاخد القمر وانت خدي النجوم. والليل ويسرق ونجوم قمر. دي بتاعت اللون ده من حالاتها بتاعت اللون ده. في بقى بنات تانية ومحبتك يعني بجيب أيوة ولا يعني محبتك؟ والله يعني بعد 15 يوم ارتبطنا 15 يوم بعد كده في حاجات يعني زهقت منها، قمت لقيت حد تاني عجبني برضو قمت داخلها. بس التانية دي بقى ايه، عايزة الولد المحترم بس في نفس الوقت ايه المخربش. الاثنين. وانا طبعا انت عارفني ايه انا يعني 15 بيتهيألي يوم مسلسل، باشمهندس. فاهم؟ 15 حلقه خلص يلا. خلاص بقى عليك انت مسلسل. بقى بتقول لي يا باشمهندس وفي نفس الوقت ايه بتكلمني ايه عن المهرجانات بقى وبتاع ويلا ودي والشغله دي. قمت داخل برضو معاه في السكه دي. طولت معايا شويه، قعدنا بتاع حوالي 3-4 شهور. كده طولت؟ والله طولت. لا احنا الحب عندنا بيقعد 3-4 شهور. لا ما ده مش ايام ده حب. بيقعد سنين. في فرق ما بين الاعجاب والحب والشط. عايزين بقى حلو لا، لا، قوي لا، كده. لا، 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 حلو. لا، لا، لا ايه اشرح لنا. استنى اشرح بس. لنا. ايوه اشرح لنا ايه الفرق. مبدئيا الشط لو شط. هنتكلم مثلا بالنسبه للراجل فهو بيتسلى وهي برضو بتتسلى وهي عارفه. وفي بنات تانية بتكون مفكراه راجل طبعا ده الغلط. هو داخل ادي تمام. بس هو ما بيبقاش راضي. لا هو ما بيبقاش راجل اللي بيشرب. اللي بيشرط. ايوه لا ثواني بس اوضح نقطة. لا ثواني لازم اوضح نقطة. الراجل اللي بيشرط بس هو معرفة هو نهايته ايه. ايه ده يا مين؟ انا صدعت. هو نهايته ايه؟ هو يعني انا دلوقتي داخل مع بنت انا بقول لها بص يا بنت الحلال انا حاليا مش بتاع جواز بس احنا صحاب. هي قالت لي تمام مش تمام انا احترمها جدا وابعد عنها. تمام. يعني انت كده مش بتشرب. لا ده كده مش شرط. انت وشك احمر ايه طيب؟ ده كده مش شرط. حطيت الموقف وحش. فاهم اللي هو دي حاجة. انا قلت ايه؟ انا قلت ده. فالشرط من الاخر الكلمة دي عبارة ايه عن يعني حاجة مش راجل. الاثنين من الاثنين والله هو عندهم فراغ يعني هما اتنين عندهم فراغ فبيعملوه في حاجة غلط. تمام. بالنسبة يعني للاعجاب انت معترف ان ده غلط. حلو قوي والله. يعني ده كان محترم. ايوه انا معترف ان ده الاعجاب بقى. الاعجاب هو ممكن يبقى اعجاب شخص يعني شكل عشان هي مثلا او هو شكله حلو فهي البنت اعجبت بيه او هي شكلها حلو فالولد اعجب بيها او مجرد في البهار ممكن يزول بالظبط. بعد فتره. ده كده هيزول بس لا ممكن الإعجاب- يتقلب حب. انا شايف الاحتمالين. بص ما هو ممكن الاعجاب يكمل وممكن لا. هيتقلب الاثنين يا اما حب يا اما تعود. دخلنا في قصه ثانيه كده خالص يعني. التعود الفرق بين الحب والتعود برضو. التعود يا صاحبي الولد اللي ده هو بيقول كلام مهم. لازم هو تسمع. بيقول بس هو لا، شكله بجد. بيتقلب عليه يعني ممكن بس بيتقلب. ايه الفرق بين الحب والتعود؟ التعود
اللي هو مثلا سي انا فلانه دلوقتي ماشي معاها وكل يوم بنتكلم وكل يوم متعود ان انا في الشغل بكلمها وهروح من الشغل مثلا اروح البروفا وانا في البروفا اطمن عليها هي بتطمن عليا فانا متعود ان في حد في حياتي في حد مالي لي فراغ ده التعود. بتنزل بتخرج معايا بنعمل اوتفيت مع بعض بنتصور فانا اتعودت عليها في حياتي. طب هي اختفت هتتضايق طبعا بتضايق وانت بيجي لك هستيريا عامله زي الفتره اللي هو الواحد بيبطل فيها مخدرات ادمان فاهم اللي هي اللي بيطلع لي فيها الحب الانسحاب عرض الانسحاب بالظبط تمام بس انت كده هتنساها. طب ايه الحب بقى؟ الحب ده استحاله بقى ان هو يتنسى بعيوبه بمميزاته بس انا استحاله يتكره واحده بس التعود ده جزء لا يتجزأ من الحب. انت بتعمل كل اللي انت بتقوله ده برضه مع الانسان اللي انت بتحبها. لا مش في حد بيتعود ان انت موجود في حياته يوميا تمام بس مره واحده كده اللي هو ايه الزهق ده لا انا في حد تاني معجبه بيه او حد تاني انا معجب ما هو ده انا عايز اوضحه بقى اللي هو الفرق. انا ممكن يعني في الحالتين انا ممكن اقابل البنت دي وممكن اهتم بيها واتعامل معاها وتبقى موجوده في حياتي. ايه الفرق بقى في الحالتين الاثنين بعملهم؟ ايه الفرق بقى اللي بيخليني اقرر عشان الناس برضو تفهم؟ ايه الفرق اللي يخليني اقرر ده حب؟ لا ده مش حب ده تعود. ايه اللي الحاجه اللي بتخليني افرق؟ انا ليه وجهه نظر لو عايزين تسمعوا. وجهه النظر ان انا البنت دي مش مجرد حد موجود في حياتي. ما انا ممكن يبقى عندي صاحب برضو موجود في حياتي وبتعود على وجوده. البنت دي نفسي اكمل حياتي معاها. ده مختلف بقى عن ده خالص لان انا اكمل حياتي معاها يعني انت في الوقت ده بتبقى شايف برضه كده. ما هو دي المشكله. انا بقى في الوقت ده بس انا بقى اعرف منين اللي انا لما اجي ابعد عنها طبعا هحس بعدم وجودها. في فرق بقى اللي انا هحس استحاله الحياه من غيرها. في فرق من المعنى ده والمعنى ده. ايه هتقلب صوفيا لو انا عايز اساله برضه عشان هو بيهرب وساكت فاحنا عايزين نساله بس انا هخلص الكلام. الفرق من الحب والتعود بالنسبه لي ان انا الانسانه اللي قدامي دي استحاله الحياه من غيرها. اللي انا بكل الطرق بحافظ على وجودها في حياتي. في بقى حد تاني ماشي هتعب واتضايق ويا عيني والحد ده مش موجود في حياتي بس بعد فتره انت قلتها هيتنسى خلاص مش موجود. هو مجرد فتره بس يعني فتره في حياتنا وبتخلص لكن هو مش موجود في حياتنا. في حد بقى لا ما بيتنساش يعني مهما عمل ما بيتنساش. الذكريات الحلوه واللحظات الحلوه اللي احنا بنعيشها اللحظات الحلوه اللي احنا يعني بنعيشها مع بعض انا وهي دي استحاله تتنسى. يعني استحاله تبقى موجوده في الذاكره وهتيجي في وقت تتنسى. تمام هي ده استحاله تتنسى بالنسبه لك لو انت بس اللي حاببها. انا بقى مش معترف بالحب من طرف واحد. يعني انا وانا بحب بس يبقى انا بقى لو انا بحبه لا لو انا متاكد ان الشخص التاني ما بيحبنيش تمام واستمريت في الحب ده حتى لو في خيالي ومع نفسي يبقى انا ما هو ده بقى يرجع للنضج بتاع الشخص بالظبط. ايه ده مين هو عمل ايه؟ ما انا اللهبه يعني ده وجهه نظري ان الحب حاجه تانية مهمه قوي اللي احنا بنبقى عايزين نعيش مع الانسانه دي ونعمل المستحيل اللي احنا نفضل معاها ونبني بيت مع بعض ونبني اسره ونستمر لغايه نعيش بثبات لا بجد يعني انا بشوف عواجيز. انا بشوف عواجيز كبار في السن بيحبوا بعض لغايه دلوقتي وعندهم 90 سنه وبتاع وبيقعدوا يشربوا فنجان القهوه ويسمعوا ام كلثوم في هو في حب هو في حاجه اسمها هو نادرا بس حب العشره ده اقوى من الحب العادي. ده موضوع تاني بقى بيحصل بعد الجواز. ده احنا هنتكلم فيه بعد الجواز لان في حب قبل الجواز خلي بالك وحب بعد الجواز بيختلف. والله ايوه لا لان الموضوع بس هو ما بينتهيش بعد الجواز بس هو بيختلف. يعني بتبقى مرحله من مراحل الحب فيها نضج زي ما انا عايز اسالك بقى سؤال. انا قبل ما تسالني السؤال بس انا عايز احكي حكايه كده. ماشي. في حته الشط ديت انا كنت وانا صغير كنت بتكسف قوي. عارف انت فاكر مش انت لوحدك والله. لا اللي هو ان انا عمري ما عكست بنته. بالظبط يا ابني انا كان وشي حاجه لما بنت تقعد جنبي. انا بتعرف على بنات عن طريق صحابي بتاع بس انا عمري ما عكست بنت. يعني ما مشيتش في الشارع عاكس بنت. المشكله في ايه بقى ان انا العيال يعني كانوا قدام صحابي
فبيعكسوا بنات في الشارع، هي البنت اللي تسيبهم وبتمشي بتعمل نفسها مش واخده بالها، يا بنت تشرشح له. هي تقف تردح بقى فاهم يعني هي مش طبعا انت خايف من الردح ده. فاهم. ففي مره كنا في عيد وفي محطه الرمل، اوبا. فانا قررت انا هعمل زيه. يلا انت جاي في الوقت ده بتعمل زيهم؟ لا، اسمع بقى النمره بقى. اه. تمام. فانا اللي هو ايه البنت معديه، فاللي هو ايه كان دايما في واحد صاحبي بيقول لي ما تيجي اوصلك، تلاقي بنت معديه، البنت ما كانتش بترد، فانا تمام انا هعمل نفسي حلوه الكلمه دي، ما بتردش عليا البنت وزي الفل وهقولها. جميل. ما تيجي اوصلك، لقيت البنت وقفت قالت لي تعالى. عارف انت اللي هو انا وقفت ايوه ايه بقى اعمل ايه؟ انا حافظ لغايه انا مش حافظ اعمل ايه. ما محدش قال لي فاهم. فانا فضلت واقف متنح، لا رحت عامل نفسي فاهم انا بقى اللي ما خدتش بالي فاهم. عملت نفسي شغل بالك. ما هعمل ايه؟ انا مش عارف الخطوه اللي جايه. دي كانت جايه زي الفل. دي جايه هي صغيره ولا صغيره؟ مش مهم. هو انا مش بتكلم ليه انت ليه شايف دماغي غلط؟ انا صغير في سن كام مثلا؟ كنت انا صغير في سن كام؟ لا انا كنت ساعتها اولى اعدادي. وهي نفس السن. طب حلو زي نفس الفل السن؟ شغال. بيقولش لا. ايوه شغال ما بيقولش لا، بس اللي هو هعمل ايه؟ هاخدها مشيها هعمل ايه؟ طبعا نتمشى وتجيبوا ايس كريم المشكله بقى الاكبر ان انا ما بعرفش افتح مواضيع. ايه بقى موضوع يعني احنا اتكلمنا في مواضيع كتير، اتكلمنا عن الحب والتعود والشط، والراجل قال لك معنى وانا قلت وجهه نظري انا الشط ده ما بحترموش وما بحترمش اللي بيعمله عشان تبقى واضح. مش يعني انا معاك في حته ودي كانت جزء في حياتي يعني او جزء في انت بتعرفها هي اخرها فين؟ لا قصدي اللي الجزء ده انا ندمان عليه يعني انا مش بحبه في فتره من حياتي. انا كنت بشقط وبتاع بس انا كنتش بحترم نفسي في الوقت ده. انا بتكلم بمنتهى الصراحه. لا انا والله محترم نفسي. لا انا كل واحد وجهه نظره والشعب ما بيعرفش يتكلم. بس انا بتكلم ان هو يعني لما شخص بيعمل كده انا شايف ان لازم يبقى هدفه شمال يعني في حته تانية خالص غير انه صحابه ده، غير ان انت بقى عايز تعرف بنت تصاحبها ده ماشي بس الشمال. لا والله واضح كلامي يعني كل دماغه في الشط سوري يعني الجنس يعني هو ده دماغه وبيوصل للمرحله دي زي الفل وخلاص والبنت بتبقى عارفه في بقى اللي هو الرجاله بتبقى بتصطاد والبنت مش مهم تبقى عارفه ولا مش عارفه وبيخلص معاها وطبعا ده زي ما احنا قلنا وبرده البنت برده غلط اخر ارتباط ليا البنت هي اللي شطاني بالطريقه والله. بس ايوه دي مرحله جديده بتحصل. كنت يعني ايه فاضي شويه كان عندي وقت فاضي فقلت يلا ايه امنا عليها اتشقط عندي وقت فاضي اتشقط الحمد لله. انا ماما عندنا حاجه النهارده لا قشطه اشقط بس سلسله واشقط. لا والله العظيم مش كده خالص. لسه صاحي من النوم فلقيتها منزله برضه حاله ان هي تعبانه وكده فدخلت قلت لها الف سلامه عليكي والله كنت بتكلم بحسن النيه تمام. فوالله الف سلامه لقيتها بتقول لي الله يسلمك يا قلبي انت فاضي يوم الجمعه؟ قلت لها استني كده اشوف مع ان انا فعلا فاضي ولسه صاحي من النوم. فقلت لها فاضي يوم الجمعه. قالت لي وانت برضه حظك حلو. فقلت لها ماشي في عقل بالي يلا بينا. نزلنا يوم الجمعه قالت لي هو في حد معجبه بيه بس انا مش متاكده. فانا فهمت ان الكلام عليا. قلت لها بصي هو بصراحه انا ما فيش حد في حياتي بس برضه ايه في حد كده يعني قدامي بس ايه يعني حد قدامي بحاول ايه بيحاول يشقط بس انا مش عايز دلوقتي لسه بفكر. قالت لي طب انت ايه دنيتك ايه حياتك بتاع الكلام ده. قلت لها بصي انا حاليا ما عنديش وقت ان انا ايه اكون نفسي والكلام ده عشان بدرس فالوقت ده هيطول معايا وهستنى ان انا لغايه ما اخلص دراسه علشان ايه اعرف ان انا اتجوز. فقالت لي ماشي. قلت لها ماشي انت اخدتي الكلام على نفسك؟ فقالت لي لا انا بسالك يعني. قلت لها تمام. قمت ايه معلم بصت عين من هنا على بصت عين من هنا الاستعباط. ايوه على فكره المرحله دي احلى مرحله والله العظيم احلى مرحله. طب ماشي بس مرحله الاستعباط دي زمان كانت بتقعد بالنظرات بالهمسات باللمسات زي ما بيقول كده عبد الحليم. لما اللمسات دلوقتي بقت دينجرس لا بقى في ارتقاء والموضوع ايه بقى اسرع قوي. يعني مرحله الاستعباط زمان كانت انت بتقول مرحله كانت بتطول يعني شهور. والله الواحد بيلمح بالكلام لا شهور
مش شهر نقعد نلمع. والله هي لو قعدت معايا اكتر من الشهر اللي انا قعدته، بس هي بعد كده يعني اخرها معايا باسبوعين، اكتر من كده ما مش فاضي لك اشوف حد تاني بقى. ما هو عالم السرعه، احنا في 2025 عالم السرعه. فهو بص يعني خلاصه الكلام اللي احنا في مرحله صعبه قوي في موضوع تعارف الولد بالبنت. يعني مفيش حب حقيقي الا نادرا، مفيش الا اللي احنا بنشقط عشان الجنس او عشان بص هو أغراض حب أخرى. حقيقي فعلا نادرا، وبالنسبه للحب من نوع اخر فده بقى توكسيك. ايه حب من نوع اخر؟ توكسيك بقى اللي هو يعني التوكسيك اللي هو اللي رقص هو سنة، ايه التوكسيك؟ ايوه اللي هو مثلا انا معجب بواحده وهي بقت ايه معجبه بيا عشان هي عرفت مثلا ان انا مهندس وعندي عربيتي وشقتي. ده مش حب بقى، فاهم؟ لا بس هي هتدي لك الكاركتر كامل وهتوقعك. تمثيل. انت بقى تعرفها منين بقى وقتها ان هي تمثيل؟ لا ليه طرق كتير يعني احطها في وقت مثلا فدنا انت خبره في الكلام. اقول لك امثل عليها ان كل الفلوس دي ضاعت مثلا، احطها ان انا في ازمه ما. يعني انا اتحطيت في ازمه معينه دلوقتي، مش محتاج منك فلوس ولا حاجه، بس اتحطيت في ازمه فحلها لي. معيش فلوس دلوقتي في الفتره دي. ليه بتضحكوا على ايه؟ يا ابني اسمع الراجل للاخر. قال لك انت خبره وانت رحت. انا ما روحتش والله، انا بتكلم اللي هو انا ما عنديش عربيه ولا عندي فيلا يعني والكلام انت ده. عندك خبره. خبره في ايه؟ في ايه؟ في الشط مثلا؟ لا مش لا. انا قلت انا مريت بالمرحله دي في حياتي وانا ما احترمتهاش. بس انا بتكلم مش في الشط، انا بتكلم عموما والله، مش بتكلم على نفسي. انا بتكلم ان انا ممكن احط نفسي في ازمات عشان ابين واتاكد ان الشخص اللي قدامي ده بيحبني بجد ولا مجرد انا بالنسبه له سلعه. فبس فيعني الشط ده بقى بنتكلم بقى عن الشط. احنا قلنا بقى احنا هنعرف ازاي نحطها في ازمات. لو البنت جدعه وبتحبك هتصبر عليك في الحلو والمر، يعني هتبقى معاك. لو بقى بنت توكسيك او علاقه سامه هتستفاد منك، تمص كده فايدتها منك، وفي نفس الوقت وعلى فكره مش شرط برضه علشان خاطر فلوس وعربيات. ممكن تكون هي واحده اصلا عندها نقص اهتمام، ممكن تكون واحده ده مرض عايزه نفسي، اجرب. ده مرض نفسي، دي سايكو. فاهم؟ ما هو كل ده كله تحت بند ايه بقى؟ العلاقات السامه والكلام ده تحت او هي علاقه. لسه خارجه من علاقه فعايزه تعمل موف اون ومش خلي بالك. عارفه فعايزه تشوف حد. طب انا عايز اقول لك وتبتدي حاجه، بقى تقارنك باللي فات. بالظبط كده. عايز اقول لك حاجه ان البنات ساعات ما بتعرفش اللي هي ما بتحبش. دي مشكله تانية. يعني هم معتقدين في دماغهم او بيتخيلوا ان ده حب، وبعد كده بيتصدموا وبيقولوا لا انا مش بحبه، لان بيشوفوا شخص تاني بيعجبوا بيه فبيبداوا يفكروا فيه، فبيبدا الشخص ده ما كانش حب، هو مجرد تعلق. انا بدخلك بقى في نقطه يعني اوسخ. هو اتعلق بيها وهي اتعلقت بيه، بس كل دوت الاهل ما يعرفوش حاجه. ده كارثه. ده بقى بيحطنا في اطار تاني خالص بقى، اللي احنا لازم نعرف اهلنا كل حاجه، لان ده لو اهلنا عاطينا الامان، دي برضو لازم عارفيننا الصح من الغلط وعارفيننا الدنيا. تحصل. فانا كده يعني اقول لك على حاجه. بص هو انا عمري يعني انا ماشي شقطت ومشيت وبتاع والدنيا، بس والله ما فيش بنت كانت معايا ما كانتش عارفه اخرتها ايه معايا من البدايه خالص. احنا بنتكلم في علم الاهل. تمام ماشي. ما انا مالناش دعوه بالبنت، البنت عارفه اهلها عارفين انا بقى. جاي في السكه. بس الجمله اللي انا لسه قايلها دي بس عشان مهمه فانا كررتها تاني. كنت مثلا اقول لامي اخش كده عليها لان امي مصاحبانه قوي فوق ما تتخيل. حلو ده. ايه رايك في البت دي؟ مزتي دي خلي بالك. واقوم اهزر ايه وضحك وهي تقول لي انا ولا هي، ونهزر ونضحك واقول لها انت طبعا يا جميل وبتاع والكلام الجميل ده. تمام. تقول لي بس خلي بالك علشان انت برضو ايه عندك اخت ولازم تحافظ عليها، ولو انت ناوي خير برضو ايه كمل لو هي تستاهل وبتاع وصاحب واعرف دي واعرف دي، بس ما تعملش حاجه غلط. وانا فعلا الحمد لله يعني ايه قد الثقه في الحته دي، عمري ما عملت حاجه غلط مع بنت. تمام. خالص والله خالص لا خالص. تمام. انا حاسس ان هي بتقول كدب دي. كمل مسكت ايديها بس على فكره بقى مسكت الايد ايه يا جدعان، انا حاسس ان انا فتحت موقع. مسكت الايد دي انت بتعرف اذا كان انت اول واحد ماسك ايديها ولا هي مسكت ايد غيرك قبل كده؟ والله العظيم. ازاي بقى بتلاقي كلبشت ولا
فك مش الايدين بتحاول في تملص. الاول ودي اللي هي اول مره تملص، لكن اللي هي التانية بقى بتبقى سقعت مره واحده وعرقت واترعشت. وعرقت. بص والله العظيم لا انا بتكلم بقى لو هي مش اول مره تلاقي كان مش اول مره، لا مش اول مره انت مسكتها عملت كده، عملت فيك كده، قعدتوا بقى في المشروع تلاقيها حطت ايدها على حجرك كده وفردلك صوابعها تحط وبتفرق بقى، عارف اللي هو فاهم؟ احنا دخلنا بابا ايوه ده اللي انا قلته. انا لقيت شاشه زرقاء فتحت قدامي مني. فانا امي علشان هي مصاحباني فهي عارفه، يعني عارفه تمشيني ازاي، فاهم؟ فبتنصحني. يعني في بنات انا كنت فعلا حرق معاها قالت لي لا خلي بالك انت كده ابتديت ما تبقاش تمام، تخش في الغلط. انت كده ابتديت تخش في الغلط. فعلا كنت بسحب نفسي امي على طول رازعها بلوك، لان انا لو كملت برضو معاها برضو كده كده هخش في الغلط. مع احترامي ليك انت ولد، مع احترامي ليك في مثل دايما بقوله لاي حد، القفل اللي يتفتح من اكتر من مفتاح بيبقى قفل معيوب، اما المفتاح بيفتح اكتر من قفل، وده للاسف مفتاح مميز. ده للاسف احنا في مجتمع ذكوري متعفن، عشان احنا بنبص للنظره دي لان الراجل ليه شرف والبنت ما لهاش شرف. لا او البنت ليها شرف، لا البنت ليها شرف والراجل ليه شرف. يعني الراجل لما بيجي يتعرف انه بيعرف بنات كتير وبيمشي مع بنات كتير ده بيتعمل عليه اكس. اما انا واحد صاحبي قبل كده في فرحه، في عفاريت جوه مش قبل الكلام بتاعك اللي هو انت هتقرفونا ولا في واحد صاحبي كان مقطع السمكه وديلها وكان خايبها حرفيا يوم فرحه ليله جوازه. والله العظيم 3 بنتين من اللي هو كان ماشي معاهم، يا ابني ركز بقى عملت ايه؟ انا مركزين معاك ساعه. كان ماشي معاهم بنتين جم خربوا له الفرح والله العظيم، وقعدوا يصوتوا له ومين دي ومش مين دي، طب واحنا ومش احنا. فدي في ناس بتبقى اخرتها كده. طب انا اقول لك على حاجه، هقول لكم اكتر مكان بيتم فيه الشط بعلم الاهل، تمام، الافراح. دي بتتزوق البنت وتقول لك بقى ايه حاولي تظبطي كسلعه بقى، حاولي تظبطي نفسك كده عشان احنا رايحين فرح، فحاول نعمل ايه نجيب 3 4 كده ايه يخطبوك. ده مكان اللي هو بس ده من زمان لغايه دلوقتي. اقول لك على حاجه، ده مكان اللي هو بيجيبوا عريس بيه، بيجيبوا سكه الفرح، تمام. فانا قاعد ومستني، يعني مستني اصحابي فاهم بيجيبوا حاجات وكده داخلين فرح، فانا قاعد اعمل كده وما جايش دعوه بحد. اللي ورايا ترابيزه يعني واحده وامها قاعدين عليها، يا بنت ام القص يا بنت تجيلك عريس ولا حاجه، يعني انا كعريس. بس هم عايزين عريس، يعني برضو خلي بالكم من النقطه دي، هو مش عايزها ترتبط، هو عايزاه يجي البيت يخطب. يا عم ماشي، هو غلط طبعا، انا مش معترف. المصيبه اللي انت تمسك البنت بعد كده بتعرف ترقص، انا ابدا، ما انت كنت شغاله سفينات في البتاع، بسم الله ما شاء الله، ده انت جايه من بيلاروسيا على القاع على طول ومقضياها في ايه؟ لا جايه عشان تعرف نفسها. انا بتكلم بقى في قصه حاجه تانية، يعني انت راجل ليك شرف والبنت ليها شرف. اكيد احنا بقى المفروض اللي احنا يعني ليك البنت لما نيجي نرتبط بالبنت لازم البنت قبل الراجل، يعني انت تحترم جدا البنت اللي تقول لك لا انا مش هعمل حاجه من ورا اهلي. لا ده طبعا بتتشاف فوق الدماغ اهو شفت قلت ايه؟ فما ينفعش احنا يعني لو انا شخصيه مش كويسه حبايب بعيد عنها، ولو انا شخصيه كويسه بس ما كانتش نيتي كويسه والله ده انا هغير مصيري 360 درجه عشان اخدها، ما هصدق الاقي حد زي هو ده بقى انا بتكلم في دي، اللي هو انا بتكلم ان البنت المفروض يبقى عندها النقطه اللي انا دلوقتي عايز ارتبط بس في النور في ظل اهلي، حتى لو انت معلش ظروفك يا عم مش سامحه. طب ظروفك مش سامحه، انت امتى هتكون نفسك؟ امتى يا عم قدامي مثلا لازم يبقى في خطه زمنيه، مش ظروفي مش سامحه خلاص يا حمك ما عندكش ما يلزمكش، معلش احنا حرين، انت مادياتك لا تسمح للجواز في الفتره الحاليه حتى لو الظروف ضيقه، احنا هنتكلم في الجواز بعد كده، حتى لو الظروف ضيقه لا اركن على جنب بقى وسيبني اشوف طريق. لكن انت لو ظروفك تسمح حتى بامكانيات ضعيفه بشغلانه ضعيفه وبشقه ضعيفه حتى لو بايجار والكلام ده كله وتقدر تتجوز ماشي، تعالى بقى اديني خطه زمنيه وتعالى قول لاهلي خطه زمنيه. في اهالي متفتحه جدا في الزمن ده واعرفهم معرفه شخصيه، مش هتكلم عنهم يعني بس اعرفهم معرفه شخصيه بيسمحوا ده، بيسمحوا ان هو يبقى فيه ارتباط من غير
دبله وخاتم ولا ذهب ولا لا تعارف. تعالى يا حبيبي انت عايز ترتبط ببنتي؟ اه يا حبيبي. طب هترتبط ببنتي بعد قد ايه رسمي؟ انا مثلا الشهر 6 هجيلك، بعد سنه هجيلك. طب ماشي، مقابلاتك او تليفوناتك يبقى ايه؟ بعلمي اعرفها. تمام. خروجات بقى والكلام ده ما ينفعش. ده في ناس في الخطوبه بيمنعوا الخروجات، يعني انا اعرف ناس كده، بس طبعا ده غلط. بس هو اللي هو ايه، خروجات ما ينفعش، يبقى في نطاق معروف وفي نطاق اهل، يبقى انا كده قننت العلاقه. ليه بقى بتحصل كوارث ومصايب لو العلاقه من غير معرفه الاهل؟ ليه حضرتك كده انت بقيتي مش شعلها في الهواء، حضرتك من غير اهلك. فانا معلش سوري يعني، ممكن اخدك في اي حته والعب تمام. فاللي هو ايوه، ما هو انا عرفت واحده معلش سلعه رخيصه، انت رخصت نفسك، انت ما غلطتيش نفسك، وانا بقى ببلاش يعني. ويجي لك بقى واحده زي دي، تيجي انت مثلا بالغلط كده اتعثرت فيه، تمام، فتقول لك انت عارف انا كان متقدم لي كام واحد قبلك؟ ما انت يا بنت عشان كده الناس متلميه عليكي، زي اللي هو السكر بتعمل عليه النمل اللي هو بالظبط. ما هو انت عشان رخيص، قلت لو واحده غاليه ما كل واحد هيفكر مليون مره دي انا هخش لها ازاي وانا معيش. في قصه بقى اللي هو الحب والتعارف عبر السوشيال ميديا. انا وشي كده معترض عليها، مع احترامي لاي حد ارتبط عن طريق السوشيال ميديا والكلام ده. ليه بقى؟ ممكن تصيب ان علاقه تنجح، ممكن، ما اعترضش، بس اولا نسبتها ضعيفه جدا. ثانيا بقى ان في حصلت دلوقتي تجاره اعضاء بشريه، ولازم ننبه الناس في الموضوع ده. بيتم معرفه البنات بيهم عن طريق السوشيال ميديا. مش انا، ما تبصليش، مش انا، ده كان دور تجاره اعضاء بشريه يعني مش انت ادوبه؟ لا. فاللي هو ازاي بقى، انا لسه حاكي، لسه شايف حكايه حصلت على السوشيال ميديا. ان بنوته تمام بيجي يكلمها واحد يقول لها انا مثلا من دول الخليج مش من هنا، وانا عايز مثلا اخطبك، انت عجبتيني. ده في الاخر بعد كلام الحوار. لا يعني مش قوي. ما هو احنا المشكله بقى في السرعه دي، اللي هو انا دلوقتي والبنت يا عيني ايه بقى بتتزغلل. ليه بقى؟ بيديها فلوس بقى. بيقول لها انا هديك. لا ده بيبعت لها فودافون كاش، بعت لها مثلا $10,000. هيكسب وراها قد كده. الله ينور عليك. بيبعت لها $10,000 على فودافون كاش. 10,000 جنيه لا دولار. انا والله العظيم بتكلم، القصه دي موجوده على النت. يعني 50,000 جنيه. يعني بيبعت لها $10,000 وبعد كده يقول لها ال $10,000 جهزي حالك وانا حاكي في فتره، بس اما اجي عايز ايه اخلص بسرعه، انا عايز اتجوز بسرعه. فبيجي. طب ما ينفعش اعمل فيها واحده؟ استنى بس. ما انت هتعرف اللي هيحصل لها دلوقتي، ما تعتنيش هتعرف دلوقتي. لا اسمعني بقى، بلوك مين؟ اسمع. فبيجي بقى انت كل ما بتزغلل عينك كل ما بتطمع اكتر. ما هو انت مش هيبعت لك $10,000 بس، ده بيقول لها هجيلك مثلا هنجيب شقه في الحته الفلانيه، طبعا احلام البنات بقى عارف بتزغلل، وهديكي مهر قد كده $50,000 مثلا وبتاع، والكلام ده كله بيتعمل فعليا. يعني الراجل بيصدق في كل كلمه بيقولها، وبيروح ويتقدم ويتجوز. خلاص طب احنا بس هنسافر بقى، ما مش هينفع نقعد في مصر يا شهر العسل ونسافر. يقعد شهر العسل نسافر، هوبا يلا فين البنت؟ مفيش البنت. تمام. تيجي بعد فتره الانتربول مثلا يدور عليها في البلد اللي بيقولوا عليها ان هي سافرت، يلاقوها جثه ومتقطعه حتت ومسحوب كل اعضائها البشريه منها. وطبعا دي بتبقى عصابه تجاره اعضاء بشريه. انا بنبه بس القصه دي يا اخي كل واحده توكسيك. مش توكسيك يعني على فكره، هم بيبقوا يعني هو غلط طبعا، بس بيبقوا غلابه. يعني ان هم عايزين احلامهم وطموحاتهم تتحقق بسرعه، وده غلط. انا عندي المفروض ارتبط بشاب حتى لو ظروفه متنيله ب60 نيله، بس بيحترمني وبيحبني وبيصوني وبيحافظ عليا، احسن من حد بيتعامل معايا كسلعه. وعنده برضه في نفس الوقت طموحات بس اللي هو ممكن ظروفه وحشه عادي، ده هيشيلني فوق دماغه اكتر من غني. وكم من علاقات اتجوزوا وكانوا اغنياء ومعاهم فلوس تمام الازواج، وخانوهم وطلع عين ابوهم وتعاملوا معاهم معامله خدامين. ما هو اكيد، ما هو انا اخدتك بالفلوس عشان استمتع شويه بالحلال، فانا برضه الطعم ده برضه عايز اغيره شويه. بس انت ايه رايك في الموضوع ده؟ صحيح خدامين؟ الخدامين ايه انت؟ دخول عند تاني. فيلم ايه ده؟ انت بتحب الخدامين ولا؟ لا فكرت الفيلم بتاع الواد محروس بتاع الوزير. اللي هو في عيديهم خوخايه داخل الثلاجه. لا انت ايه رايك في
موضوع الشط مع السوشيال ميديا ومعرفه الاهل. بص انا هقول لك على حاجه، وانا يعني استحاله اشقط على السوشيال ميديا. يعني لو قررت في يوم من الايام ان انا هشقط استحاله استخدم السوشيال ميديا. يعني ليه؟ في زمان كان في برنامج بيجي في رمضان تقريبا كانت بتقدمه انتصار، يعني عباره عن ان هي بتجيب نجم من النجوم وتيجي بنت عارف وتقول له وانت كنت معايا وتطلع له صور ومش عارف ايه، لو ما تصدقش اي حاجه، تصدقش اي حاجه تشوفها. انت دلوقتي في زمن الاي اي، فانت لا تصدق اي حاجه صوره تشوفها ولا فيديو ده ولا صوت. ممكن يبقى شاب اصلا ولا صوت. ايوه يعمل لك صوت ويعمل لك صوره مش عارف. يعني اخليك انت واحد تقول صاحبك الكلام انت ما قلتوش. واحد صاحبك ويسحبك بقى القصه دي، وممكن ياخد منك فلوس على الكلام ده طبعا اللي هو بيعمل. فاللي هو انا السوشيال ميديا استحاله استخدمها. خداع. وثانيا معرفه الاهل اللي هو اوكي انت لو اهلك عارف يعني النقطه اللي انت اتكلمت فيها ان تعالى اقعد عندنا في البيت اتكلم قشطه عايز تصاحبها اللي هم الناس الاوبن مايند. لا انا ستيل انا رافضها. يعني انا عندي اخت بنت فاهم، واحد جه قال لي انا بتعرف على اختك، لا يا حبيبي تعالى تقدم، هات اهلك تعالى تقدم. طب افرض هو معهوش دلوقتي ظروف ماديه يجيب خاتم او يقرا فاتحه حاليا اجل الموضوع. طب اجل الموضوع. طب انا مرتبط باختك، انا مرتبط بيها دلوقتي. لا طب احنا يعني طب خلاص مش مرتبط بيها، مع السلامه يا حسين. نصيحه مني هرتبط بيها، ما هو مع السلامه يا حسين انا هرتبط يعني خلاص شكرا. انت قلت لي لا ماشي انا معايا بقى، انا معايا لغايه مع اختك لغايه ما اخلص بقى. انا لو عرفت هنزل. لا ما انت مش ممكن ما تعرفش. بص مفيش حاجه اسمها ممكن، انت لو عايز تعرف هتعرف. لو بقى يعني لو عايز تعرف هتعرف. لو انت فاضي لاهلك هتعرف. لو فاضي بقى لو بتسمع لاخواتك البنات هتعرف. مش فاضي لاهلك دي كارثه سودا. ده دي مصيبه. معلش يا رامي انت لو عندك بنت، انا ما كانش عندي خد بالك بصراحه. لا انت لو عندك بنت دلوقتي تمام سواء اختك او بنتك او ايا كان تمام، لو ما بتسمعناش ما دي كارثه. ودي حلو قوي اللي انتوا بتتكلموا فيه ان احنا لازم نسمع. انا برضو والدتي كانت زيك الله يرحمها يعني ياسمين، كانت بتسمعني حتى لو في الغلط وكانت بتفرمني. يعني انا كانت دايما تقول لي ايه احنا كلنا خطائين بس لازم يبقى في ليميت للغلط، لازم يبقى في حدود ليك في الغلط عشان تعرف ترجع بسهوله، عشان تعرف تتوب لربنا. لكن ما ينفعش ان انت الغلط يبقى مفتوح، الغلط يبقى مفتوح ده اللي انا بتكلم فيه فاهم. اللي هو انا لو ما سمعتش البنت هتلاقي واحد فاهم بيهتم بيها وبيسمع لها ومش عارف ايه. الله حبيبي انا احبه لازم تهتم باختك ولازم تخرجها وتفسحها. رغم ان انت اخوها او ابوها فاهم هتديك على قفاك وهتنزل تقابله غصب عن ميتين اهلك. زي ما قال حسين عندها نقص اهتمام. هي عايزه واحد يهتم بيها ويسمعها لان مفيش حد بيسمعها في البيت. دي كارثه. بص لكن معلش يعني على سبيل المثال فاهم لو عنايات اي ديت فاهم لقيت واحد لقيت حد في اهلها بيسمعها دي الفرضيه. مش هتبقى اي فاهم هتبقى ايوه لا هتبقى تعالى نتقابل لا تعالى نقعد لا. انا اعرف برضو صحاب ليا كانوا بيعيشوا بنته يعني اختهم احلى عيشه برغم اللي مش ما تبقاش ناقصه اهتمام. يبقى مش مستنيه حد اللي هو يرتبط بيه عشان يديها اهتمام، لا انا بحب الشخص ده عشان كده هتجوزه. مش اللي هو انا ناقصه اهتمام، لا هم بيهتموا بيها ويفسحوها ويخرجوها ويجيبوا لها هدايا وورد. انا عندي واحد صاحبي من فتره بتاع حوالي شهرين كده قال لي انا ارتبطت ومش عارف ايه. قلت له يا عم الف مبروك. قال لي وكلمت اهلها. قلت له طب والله العظيم حلو، خطوه جميله قوي وفرحت له جدا. لما سمعت بقى الباقي صعب عليا بقى فاهم. قال لي انا البنت دي كنت مرتبط بيها ايه قبلها، فقالت لي ماما ايه عايزاك. قلت لها طب ماشي نقعد ايه في كافيه وارتب معاها ايه الكلام والكلام ده. قال لي وخلاص بقى ايه داخل بقى رسمي. قلت له طيب جميل. قال لي فقالت لي لا عايزانا ايه جوه البيت. قلت له تمام ماشي. فراح ايه البيت وكده وفهمت ظروفه ودنيته. قلت له طب فين ابوها؟ قال لي ابوها مسافر. قلت له بص كمل تمام كمل يمكن تاخد البنت بامها. انا كنت هقول له طب شوف امها لو لسه فيها ايه دراما يعني. ممكن اروح انا اخد الام. طب انا حماك اوفر فاهم 2 في 1 وفر عليك الذهب يا عم. فقال لي بس فقعدت معاها وقال لي اعتبر ان بنتي ايه ليك والدنيا ايه جميله. بيقول لي ايه وبنخرج بقى مع بعض وكده. قلت له بص يا معلم هو عامه اول نصيحه اديها لك
البيت اللي تلاقي فيه الام هي المتحكمه والمسيطره امشي وما ترجعلهوش. قلت له ان البنت برضو نفس الكلام، شايفه طول عمرها ان الام اللي مسيطره، هي ده اللي التعود بترجع على متعوده فوقها تطلع البنت لامها. هي شايفه تمام؟ القصه دي. فقال لي لا يا عم هو ده ابوها بيحصل. ايه مسافر وبتاع وهي شغاله قلت له يا عم ربنا يوفقك. تمام. المهم ايه بعدها بشويه فبقول له يا ابني انت فين؟ قال لي انا عند حماتي. قلت له في البيت يعني؟ قال لي اه. قلت له طيب يا ابني انت فين؟ انا مع البنت. حسيت ان هو خلاص اتجوزها. هو لسه ما عملش اي حاجه ولا لسه ما عملش اي حاجه ولا اي بتنجان. قال لي انا بقى عايز اكلم ابويا بقى وبتاع. قلت له ماشي كلم ابوك. قال بيقول لي بس انا خايف ان هو يرفض. قلت له انت مرتب حياتك؟ قال لي اه. قلت له مرتبه على ايه؟ فترتيباته ايه؟ اي نعم طولت الاجل شويه بس ايه الولد داخل بجد. قلت له يا عم هات لابوك ايه واقنعه لك والدنيا ايه تمام. فالمهم بيقول لي البنت دي حاسسه ان هي بتتغير. قلت له بص صعب اقول لك على حاجه كده بقى من الاخر. قال لي والله ايه انت مش اول ضيف تخش البيت ده احسن مقارنات. بالظبط. فقال لي لا يا عم هو انت عشان معقد شايفهم كلهم كده واسلوبك معاهم واقف فانت هو انت معقد يا سيدي؟ والله يا عم يعني ليه كذا واحد بيقول لي ان انت علشان معقد؟ انا بحسب لها بالعقل قوي. انا دلوقتي لو يعني في الفتره دي بالذات انا دلوقتي لو لما اتمشينا مع بعض انا اخرتي معاكي ايه وانت اخرتك معايا ايه؟ احنا هنستفاد ايه؟ فاهم؟ ولا انا هنام معاكي ولا انا هبوسك ولا انا هعمل حاجه غلط لان انا فعلا مش عايز اعمل حاجه غلط. فاهم؟ الا بالحلال. بالظبط الا بالحلال. فاهم؟ انا هستفاد ايه في الاخر؟ انا عايز ارتبط اتجوز. بالظبط. مش هتجوز دلوقتي فخلاص فاصبر مش لازم واكون حالي بدل ما اضيع مصاريفي على الهدايا والكلام ده. لا انا اضيعها ايه في الشقه وفي واكون نفسي وابتدي حياتي بقى وابتدي بقى اشوف بقى. فاهم؟ فقال لي انت معقد بقى والكلام ده. قلت له يا عم ايه انا اسف لك ربنا ايه خلاص انت بتاخد النصيحه بقى هو حر. في ناس من يومين قال لي انا سبتها قصدي هي البنت سابتني واتغيرت معايا وانا قلت لها انا هعمل لك بلوك. قالت لي لا 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 تصدق انا هيجي لي كرشه نفس. قال لي البنت طلعت مستفزه. قلت له صاحبي هي مش مستفزه. قلت له في يوم انت خرجت معانا وانت ما رحتش ما رحتلهمش. قال لي اه. قلت له الله اعلم كان في ضيف غيرك ولا لا. قلت له البنت كده كده مرتبطه. والله العظيم نفس اليوم اللي انا كنت بكلمه فيه بالليل قال لي بص الستوري مرتبط. الحمد لله ده زي تمام الاعمال الصلاحيات. طلع ميزو نزل عمرو. خلاص على طول بيخش مقارنات بقى. احنا قلنا الكلام ده بس في بقى حاجات بنلاحظها في الفتره دي ان الاهالي بيعملوا تعجيزات جامده جدا للعريس. يعني بيحطوه في حته صعبه قوي اللي هو اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. اقول لك على حته اعمل كذا واعمل كذا ديت. انا في قصه يعني حصلت مع واحد من صحابي. فالمفروض ان هم قاعدين بقى خلاص بقى جاب اهله واهلها وخلاص. هو كان راح اصلا قاعد مع ابوها لوحدها والدنيا تمام ومفيش حاجه. راح قاعد هم قاعدين كده اتكلموا في كل حاجه طبعا. تمام. فقال له من ضمن الحاجات القايمه هتتكتب بالدولار. ايه؟ راح قايل له مش فاهم. لا مش ايه انا جات لي برضو القايمه بالذهب مره. طلب مني دي انا سمعتها بس الدولار دي جديده. لا ما هو برضو نفس على فكره الفكره الدولار بيزيد والذهب بيزيد. نفس الفريم اللي هم بيتعاملوا بيه اللي هو انت الفلوس بتقل. يعني 50,000 جنيه مثلا السنه دي ايه بعد السنه الجايه ايه بعد 10 سنين ايه 50,000 جنيه مالهمش لازمه. لكن الذهب لا قيمته بتزيد الدولار قيمته بتزيد. فهو بص بيلعبوا على ايه اللي انت هتطلق امتى. دلوقتي الشالين احنا دلوقتي اتكلمنا في شروط الجواز. يلا بينا نتكلم بقى في شروط الطلاق. ننجز يعني فالولد نزل زعلان يعني ان هو فركش بقى خلاص الدنيا كلها. قلت له انت زعلان بالعكس انت المفروض تفرح. انت ربنا نجدك يعني ايه امضي قايمه بالدولار. راح يقول لي اصل القايمه يعني انا لو عندي اخت بنت مش هخليها. هو بيقول لي كده مش هخليها يعني مش هخلي ابويا يطلب من العريس اللي هو ايه حاجات صعبه عليه. تمام عشان هو شبعان. تمام. لا الفكره بقى مش في قصه شباب. بيقول لي مش هخليه يطلب عليه. بص هم بيتعاملوا معاك كسلعه بيتعاملوا مع البنت عشان هم جعانين.
ممكن يعني ده يعني مش مش اسباب يعني. او طماعين بقى او يعني إن اقول لك هما- على حاجه، انا قلت له يا عم اقول له على حاجه، قول له همضي لك القايمه بالدولار لو انت ماسك البيت قوي، يعني خلاص متمسك بالبيت، همضي لك القايمه بالدولار، بس سيادتك برضه هتمضي لي على سعر الشقه اللي انا جبتها بالدهانات بالتشطيبات كل حاجه كده انا عملتها في الشقه، هتمضي لي قايمه على الكلام ده. ده وقايمة قايمة قصاد بتبقى قايمة. للعروسه بقى. قايمه كل قصاد حاجه قايمة. بيبقى كل للعروسة. واحد بقى هيمضي الحاجه. لا طبعا مش هيقدر. اصل القايمه دي معلش ثانيه واحده هسالك سؤال. القايمه دي اساسها يهودي مش تعرفيها. حلو، أقول- يعني مش عارفه لا لا، اقول تاريخها ده حصل يعني، انا عارف ليها تاريخ. القايمه كانت اليهود تمام كانوا موجودين في مصر طبعا بكثره يعني زمان ايام الملكيه والكلام ده. فكان لما يجي مصري متجوز، هو اوريدي متجوز تمام، فهو متجوز ومخلف والدنيا زي الفل، فعايز يتجوز واحده تانية تمام غير اللي هو متجوزها، بس هو عايز يتجوز جواز زي ما بيقولوا كده جواز متعه، وعايز يتجوز من غير ما يخلف، من غير ما يبقى عنده ولاد وبتاع. فاليهوديه كانت بتقبل ده في مصر، اوكي ما عنديش مشكله، بس اكتب لي قايمه اضمن لي حقوقي، عشان انت في اي يوم من الايام هتطلقني وانا مش هيبقى عندي ولاد، فاكتب لي بقى 1 2 3 شقه مثلا، عفش مهر بتاع، عشان انا لما تيجي تخلع حضرتك يبقى انا واخده حقي تالت ومتلت، ما اقعدش ادور عليك في المحاكم. والقايمه دي بقى عايز اقول لكم بقى دلوقتي، وده قانون اللي انت ممكن تطالب بيها اصلا وانت ما اتطلقتش، خلي بالكم من المعلومه دي عشان في ناس برضو بتتجوز ومش عارفه القصه دي. القايمه انا ممكن كزوجه اروح اطالب بحقي فيها تمام من غير ما اطلق. نورت عينيهم. ده نورت حقيقي عينيهم. بتكلم بجد. منك لله يا اخي تبا. تعتبر اسرع من وصل الامانه، يعني ما الحكم فيها اسرع من وصل الامانه. طيب بالنسبه بقى للشباب المخطوبه بالذات، تعرفوا ان هو لو هو اللي فسخ او حتى لو هي برضو اللي فسخه الخطوبه، ان هو لو راح وقال لهم انا عايز حاجتي وقالوا له لا، ممكن تتحبس من يوم ل3 سنين. اللي هي الشخص التاني اللي هي المخطوبه ممكن تتحبس من يوم. بس هو بقى يعني اثبت ان انت السبب او هم يعني. لا ده هو هي السبب او هو السبب، الاثنين. لا الحاجه دي بتاعته. العرف بيقول لا ان هي هديه. الهديه لو انت السبب، لو انت السبب انا دلوقتي بتكلم كقانون مش عرف. قانون بيقول ايه بقى؟ بيقول لو انت السبب او ان هي السبب، الاثنين بتاخد حقك كله، انت بتاخد حاجتك كلها. قانون لان هي من فلوسك انت. قانون يعني مش ماشيه كده، بس هي هديه يعني، هي في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم في العرف تبع ايه؟ في الاخر خالص تطلع بواحده. العرف هو في ناس بتخطب عشان تاخد الذهب اصلا، يعني في فعلا ده حقيقي. العرف بيقول ايه؟ لو انت السبب في الفسخ، يعني انا فاسخ خطوبتي بمزاجي، لا ما اخدش حاجتي خالص. لو انت الانسان لو الانسان اللي قدامي هي اللي فاسخه وهي اللي عايزه تفسخ، لا حضرتك المفروض تسلم لك كل حاجتك تمام. انا عايز اقول لك خطبت 3 مرات قبل ما اتجوز تمام، وغير الخطبت انا اتقدمت. لا بس رامي بيعجبني بقى في حاجه ان هو بيفضل يضغط عليها لغايه ما هي بتقول له انا كفرت منك عشان وبتسيبه. مفيش مره هو اللي علمني دي غير اول مره عشان تتكلم كتابي يعني. قال لي اوعى تسيب خلايا، والله علمني الحفظ. ومن ضمن الحاجات برضو حوار القايمه ده اللي هو في جوازه ما تمتش وما خطبتش، اتكتب اللي هو عايزين 50 جرام دهب في القايمه، وكان يعني معايا اخويا وكده، ونزلنا طبعا قلنا لهم هنفكر واقنعوا نفسكم، وكان ارتباط عاطفي يعني تمام، وكان حب. فاللي هو نزلت ما كلمتش البنت بعدها اكيد يعني، اتفقنا انه خلاص مش هيتم، وقعدت تكلمني طب انت ما حاولتش ليه؟ قلت لها حاول ايه؟ انت حاولي، انا مالي تمام. قالت لي لا انت ما اتصلتش بيا اصلا وعبرتني. قلت لها لا ما هو انا حاسك ان انت مع اهلك قوي ومتوافقه معاهم في القصه دي، فخلاص عيش حياتك يعني. لما لقيت حسيت ان الموضوع منها فخلاص. لكن هو الصح الموضوع مش سلعه يعني، لما نيجي نتجوز لازم تخف على الشباب. هو انا اصلا عندي مشكله، معلش انا اسف، في حته الذهب. ايه المشكله؟ هي الذهب ده هديه من العريس للعروسه، ما ينفعش انت كأب تيجي تتشرط عليا انا تجيب ذهب قد ايه؟ انا جايب هديه يعني، ما ينفعش اجي في عيد ميلادك انا رامي روايه جبتها لك هديه في عيد ميلادك. لا انا مش عايز روايه، انا عايز روايتين 3. انا عايز بقى، انا عايز عبد الوهاب المسيري وتاريخ اليهود 500 جنيه نفسي حد يجيبها لي بصراحه. يعني هات لي مجلدات ايه بتاع دوت اسمه ايه،
دكتور احمد خالد توفيق، اه هات لي المجلدات بقى كلها بتاعته، العمليه الكامله. فاهم؟ اللي هو تلاقي نفسك جايب ايه ب 5000 جنيه كتب، اللي هو طب ليه يا عم؟ انا دي مقدرتي، دي هديه، ما ينفعش تطلب الهديه. انا اتكلم بقى يعني انا في الثلاث خطوبات حسيت بالطمع مش فيا، فعموما يعني اللي هو في واحده منهم قالت لي لازم ممكن تتداين عادي تستلف، المهم اللي انت تعملي اللي انا عايزاه. وفي طلبات اوفر، وفي حاجات اللي هو انت ليه ما دي حالات فيها تاخدش الشط. يعني. لا مش حلال فيها الشر، مش بتكلم في الشر، هنتكلم اللي انت اخلع يعني لو لقيت شميت الخطر اخلع، ما تغوطش يعني، اخلع بمنتهى السرعه. وده الحقيقي. لو حسيت لان انت ممكن ما تعرفش البيت من يعني في شكله، لكن لما تخش في مداخله هتفهم اكتر. لو حسيت زي ما انت قلت من شويه حركات مش مظبوطه وتساهل، تمام، خلي بالك يعني التساهل الاوفر ده لا مش اللي هو دول بيحبوني، لا. انا بما اننا دخلنا فرمل. في حته الخطوبه وكده، فانا في نقطه اصلا بتلفت انتباهي قوي. لما الاثنين بيتخطبوا لبعض، تمام، كميه يعني المفروض فتره الخطوبه ديت انا اعرف بتعرف عليها وهي بتتعرف عليا، بالظبط. تمام. يعني سيد شنا بيتعرف على عنانيات اي حلو. يعني إيه ده؟ ايه دي ايه لازمتها في حياتك؟ لا عشان عايز العب انا وانت. دي فرضيه، فاهم؟ ويسلم. الواحده بالاسم ده والله ولا اعرف حد اسمه عنايات ولا ثانيه من الأرض. ولا اي ولا اي حاجه والله. امر. سلام الله. كمل. دي فرضيه، دي كاركترات وهميه ماشي. عشان ما حدش ياخد الكلام على نفسه، ماشي. حلو. فتلاقيهم الاثنين قاعدين، فاهم؟ هي بتاكل بالشوكه والسكينه، ده شغل تاني. بعد كده بقى هو تيجي يا حبيبتي انت احلمي وانا اجيب لك اللي انت عايزاه. اه قسما بالله الاثنين كدابين وعارفين ان هم كدابين ومكملين. انا اقول موقف كوميدي حصل لي انت حصل وهقوله لك؟ بقى. هقوله بقى وعادي يعني. وقعد ساعه ينوه. احنا بنفتكره بنضحك يعني. انا ومراتي دلوقتي كنا مخطوبين. لا يعني فقررت اللي هي تعزمني على الفطور، تمام، مش قرار يعني انا بعزم وهي بتعزم يعني مفيش فرق ما بيننا يعني، تمام. فهي عزمتها على الفطار في سانتوريني يعني، مش عارف ده اعلان ده غلط. لا عادي ماشي. في اعلان ايه سانتوريني. يا ابني واحنا حد يعرفنا؟ في سانتوريني فروحنا. فالمهم ايه يعني طلبنا فطار عادي شرقي مفيش مشكله، فلافل وفول وبتاع، الدنيا جميله وجبنه وبتاع، وفطارهم بصراحه قمر عسل يعني. المهم قعدنا نفطر. فالمهم ايه احنا اللي هو الحته دي بقى اللي هو هل احنا هناكله بالشوكه والسكينه وبتاع، لقينا نفسنا بمنتهى التلقائيه مندفعين اللي هو هات العيش ويلا وبتاع، وخلصنا اللي هي بتاعت العيش، عايزين بتاعت عيش تانية معلش لو سمحت، وتيكي تيكي تيكي تيك عفويه اوفر. فالمهم انا بصيت لها وهي بصيت لي تقريبا فوقنا، عارف اللي هو احنا كنا تحت مخدة تحت تسيب مخدة اللي هو احنا لسه بنتعرف على بعض. فبصينا كده قلت لها ودي اكلتك؟ قالت لي والله مش اكلتي الطبيعيه، بس انا لقيتك نفسك مفتوحه فرحت معاك. فاللي بس قلت لها بس انا عجبني اللي احنا نتعامل طبيعي، الطبيعه والعفويه دي انا شايف ان هي حلوه جدا. انا لكن كنت مع واحده التمثيل صاحبتي رامي الحلقه الجايه لو جو وشه ما تخافش لا بجد احنا بنفتكر الكلام ده بنضحك والله اللي هو عفويه. وعايز اقول لك نظره ايجابيه بقى، انا لما اتجوزت عشان ارتحت يعني للاهل. اولا ما كانش فيه اللي هو الحدود اللي هو ايه اللي هو انت لازم تعمل ولازم تسوي، لا كان في ارتياحيه جدا في الطلبات. يعني انا ابوها ربنا يا رب يديله طول العمر والصحه، راجل محترم جدا. اول ما دخلت كده قال لي انا بص انا عايزك اعرف حاجه واحده بس، انت بتصلي؟ والله العظيم. وانا وانتوا تفتكروا من زمان، لا من زمان انا كنت بقول لكم انا نفسي حد يسالني كده يعني من زمان قبل ما اخطب. ايوه قلت لهم نفسي يسالني اولياء الامر يعني اللي هو الحمايه انا بتصلي ولا لا بس. فقال لي انت بتصلي؟ قلت له الحمد لله منضبط في الصلاه. فقال لي خلاص انا بتاعتك. قلت له طب والماديات يا حاج وبتاع؟ قال لي لا بص دي اتكلم فيها اخوها بقى انا اهم حاجه عندي انت متدين ومحترم هتتاجر في بنتي وخلاص. ولقيت الدنيا سلسه، انت امكانياتك ايه؟ تعالى بحدود امكانياتك واحنا هنسهل لك الدنيا، واللي يا عم الصعب عليك سهل علينا. لما كنت قاعد انا وواحده صاحبتي مش مرتبطين ولا اي حاجه، صاحبتي، فقعدنا في كافيه كده على البحر، فبتقول لي انت فطرت؟ فقلت لها والله ايه لسه بس يعني. قالت لي لا ايه هجيب لك معايا بيتزا، المكان هنا ايه بيعمل بيتزا ايه جامد. قلت لها تمام. قعدنا والبيتزا ايه نزلت لنا ونزل صحن كده جنب البيتزا
عليه الشوكتين والسكينتين بس دي والكاتشب. بيتزا يعني، بس ماشي. تمام. زي ما انت قلت، انا البيتزا انا تحب بستخدم تاكل فيها السكينه تقطع عشان اقطع بس. زلزال لكن تاخد زلزال. البيتزايه بحب كده اشوف المقطع، فاهم؟ فلقيتها متماسكه ايه الشوكه والسكينه، فانا من جوايا انا ضحكت يعني عليها، بس ايه من جوايا ليه بقى؟ ان هي مسكت الشوكه في اليمين والسكينه في الشمال، فانا ايه مسكت السكينه، قالت لي انت ما بتاكلش الشوكه والسكينه؟ قلت لها لا والله انا ايه بحب اتعامل على طبيعتي، بس يعني نصيحه بس مني لحضرتك يعني امسكي الحاجه العكس، امسكي السكينه في الشمال فتحتها في اليمين والشوكه في الشمال. قالت لي ايه ده بس حرام. قلت لها حبيبتي هي حرام؟ ماسكه كده هي ماسكه كده. هي لا حرام ان هي تاكل بالشمال. بس طب انا واحد من الناس لما باجي امسك شوكه وسكينه تمام قطع بالظبط. بعد كده بعد كده في اليمين. مش حرام، هو مستحب بس يعني. مش مستحب. ما في ناس في ناس ان شاء الله يعني هو علشان السنه بتاعت الرسول كل بيمين. بس اللي هو ماشي يعني هي بتتكلم صح، بس قطعي كلي من ساعتها قطعي السكينه هنا، سيب السكينه بقى اللي بنشوفها كلي. والله خليتها تعمل كده في الاخر بقى بعد ايه ما هي ما اقتنعت وتنازلت عن المناخير اللي كانت مرفوعه ايه قدامي. من ساعتها يا حسام هي ما كانتش بتاكل معايا نهائي، ولو اكلت بتاكل بقى بطبيعتها لغايه بقى لما ربنا جمعنا بيوم بقينا بقى بناكل الفسيخ مع بعض. منى شربها تخش تعمل لك انفولو وبلوك. فتره الخطوبه معموله عشان نتعرف على بعض بكل سلبياتنا قبل وعيوبنا قبل ايجابياتنا، عشان انت لو قابلني يبقى قابلني بكل حاجه فيا غلط وصح، وانت لو قابلاني يبقى قابلاني بكل. فاللي هو احنا في فتره الخطوبه ما ينفعش نمثل، ولازم نتعرف على الشخص ده زي ما قلنا على عيوبه ومميزاته، وانا لازم اكشف نفسي عشان لما يجي يعني نعيش مع بعض احنا كل حاجه هتتكشف. زائد في حاجه كمان يعني في فتره الخطوبه انتوا لازم تاخدوا بالكم ان يعني انا بتكلم دلوقتي عن اهل العروسه او العروسه ذات نفسها، خدوا بالكم ان الراجل ده دلوقتي بيجهز الشقه في ألوفات بتدفع، هو مش عارف هو بيدفع فين في ايه، والله داخل على الملايين، فاهم؟ هو عمال يدفع موضوع بقى ما ينفعش انت وهو بيدفع تيجي تقولي له ايه انت ما بتخرجنيش ما بتفسحنيش معيش فلوس ومواسم. عارف قصه المواسم دي؟ انا ليا واحد صاحبي اللي هو في كل شهر شعبان وشهر رمضان. ليا واحد صاحبي انا الحمد لله يعني عمري في خطوبه ما دفعت مواسم الا نادره. انت عارف هو قال لي مواسم ايه؟ حرام. كل دي بدعه فعلا، فاهم؟ انت بتصلي قالت له كل دي بدعه بقى مفيش. هو هدايا انا اقدر اجيب لك هديه هجيب لك، مش هقدر خلاص. وفعلا انت بتتكلم في الصح، وخلي بالك والله يعني والله مش بشكر فيهم عشان حماية وحمايتي، بس ده حقيقي. كل ما كنت بروح تقول لي لا اللي انت بتصرفه ده حتى لو في كيس فاكهه يلزمك دلوقتي، انت في فتره صعبه، انت في فتره بتجهز نفسك وبتجهز شقتك، فانت عليك مصايب. انت عليك مصايب يعني انا وخلي بالك دولت اللي بيسطروا بناتهم، لكن الناس بقى اللي بتصعب العمليه اللي بناته بتبقى عانس وممكن يروحوا للاسف في الحرام، لان بنتك يعني حاول تحافظ عليها وتدخلها بيت. اهم حاجه الشخص اللي هيجي لها ده يصونها ويحترمها ويراعي ربنا فيها، مش يشتريها بكام، مش سلعه هي بتشترى وتباع يعني. ونسهل على شبابنا عشان ما يحصلش المصايب اللي هي بتحصل من الزنا بقى والاغتصابات والكلام ده، نسهل عليهم ونخلي الجواز سهل عليهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيما معناه لا قال لما الحلال بيتصعب، فيما معناه يعني الحرام بيتصعب الحلال بيتصعب الحرام بيتسهل على طول، يعني دي النتيجه الطبيعيه. فهتخلي الحرام بقى سهل، وهتلاقي البلاد تعمل اللي هي عايزاه والشباب تعمل اللي عايزاه والشقط والارتباط بقى. خلينا نعترف ان في التجهيزات دي كلها، في تجهيزات الجواز في حاجات بتحصل مالهاش اي 30 لازمه غير المواسم بقى. يعني مثلا دلوقتي انا واحد رايح اتجوز تمام، فبجيب شقه بجهز الشقه، انا معايا 9 شهور بعد الجواز اللي انا لسه هتحمل فيهم وتجيب العيل، انا ليه اجهز قبل ما اتجوز اوضه الاطفال؟ لسه في 9 شهور كاملين. وبعد الكلام عن نفسي اللي هو الحمد لله ما حصلش الكلام ده. يعني ما ايه فعلا ايه لازمته بعد التسعة. لا وبعد ال9 شهور انت في سنتين الطفل نايم وسطكم، اللي هو حلال من ديني ما هتخلفه تاني، استنوا شويه، فاهم؟ انا عايز اتدلع انا الاول، فاهم؟ هو لو بيخلفوا كل 9 شهور دول ايه؟
دول ارانب. دول ارانب يصدموا. فاهم؟ دول ارانب عندهم. انا عندي واحد صاحبي والله العظيم عنده بتاع حوالي 9 امام. ده لسه ابوه وامه عايشين. زمن علينا يعني. هو المشكله ان هو بيطلب فرح قد كده، وبيطلب عفش قد كده، بيطلب نقطة الفرح انا عندي سؤال. ليه؟ حد أصلاً يقنعني كل ده ايه لازمة الفرح؟ في الخطوبه. الخطوبه ولو والجواز الجواز. يعني لو لا عملناها بص، بجاي بقى في الدنيا الجواز انا من وجهه نظري دي بتبقى يوم في العمر، فحقها ان هي تفرح، وبرضه حقك يا عم اقول لك على حاجة، أنت تفرح. اليوم ده ساعتين صح؟ 3 ساعات. انت 3 ساعات جايب 300 بني ادم مقعدهم في القاعة على كراسي بيت توجع الظهر، فاهم؟ وقاعدين عاملين كده ومش فاهمين حاجة، وبعد بقى ما والعريس يطلعوا- بيتبهدل، يعني العريس عمال يتبهدل، بيتجامل يا عم. فاهم؟ والعروسه بتتبهدل ومش فاهمه ايه اللي بيحصل، والاتنين بيروحوا في اخر اليوم مش حاسين بعد 3 ساعات. تعب. بالفلوس بتاعت الجواز القاعه بتاعت غالي. الفرح ديت، معلش بدل ما هي اطلع شهر كل يوم في العمر، اطلع انا شهر ممكن عسل. اخليك 30 يوم في العمر يا عم، عشان شغلك وعندك شغل ومش عارف ايه، 14 يوم في العمر ولا 15 يوم في العمر، اسبوعين اجازه اهو تستمتع بيهم، يعني- وبدل ما يبقوا في مصر ممكن يبقوا بره مصر. وبعد بقى المعازيم بقى ما تطلع من الفرح لا الجاتوه ما يشتموا كانش بقى حلو. يشتموا في الجاتوه ما الجاتوه كانش حلو، ومش إيه عارف العروسه عاملاه في القاعه نفسها، عامله ازاي. العريس مش لايق على العروسه، ابن خالتها كان احلى من العريس، اللي هو ايه ده؟ والكادر بقى بيجيبهم وهم بياكلوا بس. بص انا يعني وجهه نظري في الفرح ما عنديش مشكله نعمل فرح، بس نعمله في حدود امكانياتنا برضه، باقل امكانيات ممكنه. نعمل فرح بس بحدود امكانيات ضعيفه، عشان برضه نوفر الفلوس دي زي ما بقول حاجات احسن، والاهم حياتنا لا فيما انا بعد. معلش، انا معترض على نقطه اللي انا اعمل فرح، يعني انا لو جيت اتجوزت انت حر، بس انا بتكلم اللي هو انا بتكلم وجهه حسين نظر. قالها بتيجي، معلش احنا دماغنا كرجاله معلش يا حسام غير دماغهم. هما الفستان لازم يا عم يتلبس ماشي وتن والزفه. يا عم انا ما انا عنديش عندي كانت يجيبوا الزفه فيلو في الفرح. يا عم فيلو ايه اي حاجه بس يا عم انا هقول لك على حاجه، في اختيارين قدامك، تقضي ساعتين في العمر ولا 14 يوم ولا 15 طب يوم. اقول لك الحل، لا الاثنين. انت بتستخسر فيا يا حبيبي. لا مش انا رحت فرح عايز ده وقضيت شهر عسل انا ما قدرت ان انا ما اعملش الاثنين، يعمل ده يعمل ده، فانا هشيل السفر بما اني عايز اسافر وحابب السفر، تمام؟ حضرتك بقى هتشيل الفرح. هو غالبا بيبقى فيه عرف في موضوع الفرح، لان الاهل الاثنين بيشيلوه. بقول لك انا ما بعترفش بالعرف ده، العرف ده ارمي في الزباله، واي حد هيعترض ليه ما في؟ انا ما بعترفش بالكلام دوت، انا ليا حاجه، سيبك بقى من الاهل ومش عارف ايه، اهلي واهلها اركنهم كده على جنب، انت عايزه ايه وانا عايز ايه، وهنتفق بعيد عن اهلي واهلك، اهلي واهلي انت مش حر في هيدخلوا وجهه نظرك يا حسام، بس لما تيجي تتجوز هتلاقي نفسك في حته ثانيه خالص. برضه مش مع احترامي لكل خلاص حد رمضان. غيري يروح الفرح ان شاء الله. والله ما رايح، انا مره سبت الخطوبه والله ومشيت وجابوني تاني. والله ما رايح الفرح انا والله العظيم سبت الخطوبه. اصل بجد والله انا مش مستوعب فكره ان انا كعريس ابقى قاعد كده والاقي حد بيشدني ارقص معايا يا عريس ارقص، ايه يا عم مش عايز ارقص سيبني ما انت رقصت في فرح يا حسام. في فرحك، انا مش هعمل حاجه بعد فرحك، انا هروح انام عادي جدا، انت اللي كانت المشكله فيك انت، يعني كان الخوف منك، عايز انت يعني انا كنت قلقان بيك انت مالك؟ انت شاغل دماغك ليه؟ يا عم انا كان عندي دبل كابتن كنت بطلعها، كنت سامع اغاني وعمال فانت بقى ايه، انجز حيلك علشان تلحق الايام دي كده بدري بدري وانت في عز شبابك، عشان تقدر على ده وعلى ده في يوم واحد. لكن احنا بالنسبه لنا عادي يا صاحبي، احنا عندنا خلي بالك الجواز فعلا في السن اصغر، مع ان انا متجوز كبير يعني احسن. هو جواز صالونات ولا جواز عن حب؟ ده حلو، سؤال محترم. بص هو يعني ده بينجح احيانا وده بينجح احيانا، وجواز صالونات يعني جوازها بالعقل، انا موافق عليها في شرط يبقى فيها راحه نفسيه، يعني انا متقبل الاهل، متقبل الانسان اللي معايا، ارتباط يعني مش ارتباطنا تعرفت عليها شويه، قريت فاتحه مثلا سنه، خطبت مثلا سنه، يعني لازم يبقى في فتره تعارف كبير. ولكن الارتباط عن حب بقى مش محتاجين كل ده، الا بقى لو الماديات متعذره. الارتباط عن حب حلو واحيانا بيفشل، يعني مش معنى كده اللي هو قاعده، يعني هل انا مرتبط عن حب هل ده بينجح؟ لا، ممكن يفشل وممكن ينجح. فهي القصه كلها بقى نتكلم في نقطه ثانيه ما بعد الجواز، يعني القصه كلها في اللي انا همشي حياتي ازاي بعد الجواز. الكلام مش عليا خلاص. انا بتكلم بقى هل انا هيبقى في توافق، اصل احنا يعني معلش كل اللي احنا قلناه ده حماده
وبعد الجواز ده حماده تاني خالص. ليه بقى؟ انت بقيت في بيت واحد مع الانسان اللي انت هتتجوزها ان كانت مين، وانت برضو بقيت واحد مع الانسان اللي هتتجوزيه مكان مين. كل بقى حاجه بتتعرى، يعني لدرجه بتتعروا قدام بعض فعليا. فكل حاجه بتتعرى، كل سلبياتك بتتعرى، طريقه اكلك، طريقه شربك، قعدتك في البيت، تمام، فرجك على التلفزيون، عاداتك، تقاليدك، طريقتك في التعامل، شتمتك، تمام، اسلوبك، كل ده بيتعرى. فهل انت بقى وانت متجوزاه هتبداي تنفري وهتبداي تقولي لا انا مش عايزه ده وعايزه ده؟ هي مش طماطم. خدتي الشروه خدتيها على بعضها، خدت الشروه خدتها على بعضها. ولكن برضه نيجي نتكلم في نقطه، هناك سلبيات يتم التغاضي عنها وعادة وتقبلها، هناك سلبيات لا، اهمها العناد. محلل السياسي على قناه CBC سفره. لا بس السفره احنا على السفره. لا يعني في سلبيات زي العناد. ما ينفعش الزوجه تحس ان هي ند لجوزها، يعني مش سي السيد، يعني ضد سي السيد، ويبقى في نقاش مستمر بين الزوج والزوجه في كل القرارات، ولكن ما بقاش انا المتحكم برضه، يعني زي ما الزوج متحكم. وانا بقى لا، القرار في ايدي وانا اللي اعمل اللي انا عايزاه، انا اللي ااكلك اللي انا عايزاه. انا برضه في نفس الوقت الراجل برضه في نفس الوقت ما ينفعش يضغط في حته اللي هو ايه اللي على مزاج هيتعامل غصب عنك. والله راجل غلبان. لا بص خلينا والله ما بهزر، والله ما بيعمل كده، والله عارف الراجل. لا في في بس مش دلوقتي، يعني الزمن ده بتحب تعيش دور السيد، فاهم؟ في حاجات اسمعي كلام الراجل عشان هو عارف هو بيتكلم في ايه، وفي حاجات كراجل كبر دماغك سيبها تعمل اللي هي عايزاه. ما انا بقول لك طالما مش هتاذي حد ومش هتاذي نفسها سيبها. طب انا راجل متجوز، بقول لك متطلبات الراجل ضعيفه جدا. عايز يستحمى تمام، فاهمني انت؟ يستحمى وياكل وينام. دي متطلباتك انت. والله العظيم اي زوج عايز يستحمى وياكل وينام، ما بهزرش. ياكل اكله نظيفه ويلعب ولبسه يبقى نظيف، ما بهزرش والله، عشان يروح شغله. لا انا بتكلم بجد على فكره والله. يا عم ويلعب ويهزر ويضحك، ايه المشكله؟ ما يلعب ويهزر ويضحك ويجروا ورا بعض في البيت، ايه برضه في نفس ده حاجه كويسه يعني. ما بحبش برضه الست اللي هو امرك وطاعك. انا مش يعني مش معلش مش جايب واحده ولا لا اتناقش معاها، والمفروض اللي يبقى عقلها يقرب من عقلي، تبقى خدامه. انا مش عايز ده، انا عايز واحده انا متجوز بني ادمه بتناقشني بتشاركني في كل حاجه، ليها عقل ليها تفكير، حتى لو تفكيرها على زفت. فكره فيها اوقات انت مش هتحب النقاش كزوج. جاي من الشغل تعبان عايز، مع ان انا ضد فكره انا جاي من الشغل عندي مشاكل في الشغل، لا ما تاخدش مشاكل الشغل. لا بس اقول لك حاجه، ما تاخدش حاجه، مشاكل البيت معاك الشغل. في صمت الشغل، في لحظه في لحظه انت عايز صمت. انت طالع من البيت، داخل من البيت، ما يتطلبش منك برضو، لان في ازواج بتطلب ده، اللي انا الغي معاك في مشاكل البيت. لا اديله ريست، راجل جاي برضو من مدعكه بره في الحياه، اديله ريست، اديله ربع ساعه نص ساعه كده ياخد نفسه فيها، يريح، يغير هدومه، مش من اول البيت الانبوبه اللي مش عارف بتاع الكهرباء فصلت فانا رحت ادفع الغاز بسرعه. يا عم ماما اهدي، انا لسه جاي، مش اديني 10 دقايق، اديني ربع ساعه. على فكره من ايام الرسول الكلام ده، في واحده ابنها مات ما رضتش تقول لجوزها الا بعد فتره، بعد ما رجع شغله وارتاح وبتاع، قالت لجوزها ان ابنها مات، ما رضتش تقول له وهو داخل على الباب، ما رضتش تفجعه، ابنها مات، انت متخيل ان هو ابنه؟ فلا يعني بالراحه، واحده واحده، والحياه. وانت في نفس القصه برضو، لان على فكره في ستات كتير دلوقتي بتشتغل، ما تجيش برضو من على باب البيت وهي داخله من الشغل، فين الاكل؟ انا عايز اكل، فين الغسيل بتاعي؟ برضو جايه تعبانه زيها. حاول، يعني انا بتكلم على برضه ما تقولش انا كل حاجه لوحدي، انا اللي بكنس وبمسح واسيق واربي. اقول لا لك حاجه، في ستات بتعمل كده. ما انت لازمتك ايه؟ لا هقول لك على حاجه، هي مش لازمتك ايه. هو يعني مفيش مشكله تساعد. انا حاجه اتعلمتها من والدي، من بابا بيقف في البيت بينشر الغسيل ويقف ينظف البيت ويقف. ابويا والله برضه بيعمل كده ساعات. اقول لك بقى ان انا يعني عرفته ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل نفس. معلش يا حسام اتكلم في النقطه دي، انا معاك جدا بس احط بس بوينت كده في حدود امكانياتي. في الحدود ما اكبرش، انا بساعد، انا بديك، انا يعني حسين مثلا طلبني، سيبك من الجواز، حسين طلبني في شغل، انا هساعدك. اما اجي اساعدك يا حسين، اساعدك في حدود. افرض انا اعتذرت، افرض انا مش قادر اروح لك في يوم، يبقى انت لازم تراعيني زي ما انا براعيك، وزي ما انا بقف جنبك احيانا. ما يبقاش ده
العرف، او ما يبقاش ده حق مكتسب. انت نشرت الغسيل مره فنشره على طول، انت غسلت المواعين فتغسلها بدل الحياه، او تغسلها كل ما انا تعبان. طب انا ممكن دي تعبانه وصادف ان انا تعبان برضه عادي، ممكن ابقى جاي من الشغل هلكان. انا يعني أنا حلو قوي فكره اللي انا ايه 50% 50%، يعني انا هروق البيت انت هتنشر الغسيل، انا هعمل الاكل انت يا هتغسله. عم ماشي الكلام ده حلو بس مش في كل الاوقات. مش في كل الاوقات، انا بتكلم ان انا اوقات انا ببقى مبعوث. بس خلينا معترفين ان في رجاله اصلا فاهم انا بتكبر دماغها. انا بس هنزل اقعد مع اصحابي، هنزل اقعد مع اصحابي، هرجع اقعد مع لا. اصحابي، بيعملها كانها جاريه فاهم، رميها في البيت. لا. ترميها من صور رقيق فاهم ورميها في البيت. غلط. لا ده واحد عنده نقص. تمام. غلط. لا بس خلي بالك هو بيتكلم في الرجاله العظمى، يعني النسبه والتناسب. او معظم الناس الوقت الفاضي انا بقضيه مع اصحابي. لا ووقت بيتك فيه. تمام. اقول لك يا عم انا ليا اصحاب متجوزين يا عم وبينزلوا يقعدوا على القهوه، بس مش كل يوم. يا عم انا هم بيقعدوش في الوقت بقعد معاكم كل يوم احيانا، اوقات كتيره وكنت بقعد معاكم كتير. احيانا مش قادر انزل، لا عندي ظروف في البيت. عندي ظروف في البيت، انا قاعد مع مراتي وبيتي ليهم حق عليا زي صحابي ليهم حق عليا، بس مراتي اولى. بس زي الشغل ما ليه حق، مراتي وبيتي اولى من حاجات كتير. بس اقول على حاجه بسيطه. تمام. في اوقات سيب الراجل ينزل يقعد على القهوه يتفرج على الماتش، ينفس على الروح. ما تقوللهوش لا انت هتتفرج على الماتش معايا، لا صدقني ينفس على الروح، هيرجع في الريفريش، مش هيرجع. لانك هتقعدي جنبه انت مش فاهمه الراجل الماتش قوانينه ايه، مش فاهمه يعني ايه اوفسايد، مش فاهمه يعني ايه كارت احمر، مش فاهمه مين لابس ايه وبيجري ليه، ومش فاهمه ليه محمد صلاح ما بيلعبش مع الاهلي والزمالك. فانا مش هقعد اشرح لك كل ده في ماتش انا قاعد بتفرج عليه مركز فيه. سيبيني اتفرج تمام مع اصحابي، وما تقوليش تعالى طب نقعد في الكافيه انا هشم نفسي وانت اتفرج على الماتش. من نقطه برضو المهم عشان معلش بقى ثانيه واحده بس، فكره ان انا هبقى قاعد على القهوه، هنزل اقعد على القهوه اتفرج على الماتش، هتدفع كام؟ 20 جنيه 50 جنيه بس هترفع عن نفسك، هتغير جو. هقعد على كافيه انا وانت هندفع 500 جنيه عشان طبعا هتقعد على كافيه ده طبعا 500 ماشي جنيه مش الدرجه مش للدرجه دي، يعني احنا بنقعد على كافيهات وما بندفعش. بس انت بتستنى العروض. لا والله يعني بنقعد على قهاوي، يعني انا ومراتي بنقعد على قهاوي. ايوه عادي. فاللي هو عادي يعني مش لازم يعني. لا انا برضو من ضمن الحاجات، في حاجات كتيره يعني منها اولا انت اتكلمت في نقطتين مهمين جدا. النقطه الاول لازم يبقى في حاجات مشتركه ما بيننا. انا بحب الكوره، حاولي تحب الكوره معايا، مش حباها مش مهم بس حاولي تشاركيني. يعني انا بحب القرايه وانت بتحبي القرايه، ده شيء كويس جدا. تعالي نقرا كتب مع بعض ونناقش نفسنا. امتع اوقات اللي انت لسه بتتكلم عليها، امتع لحظات حياتك في الجواز تخيلوا مش السرير، والله العظيم المناقشه. امتع لحظات الحياه اللي انت تقعد تناقشها في موضوع، بس مش برضه مناقشات تقلب بخصام. مش اللي هو عند اللي انا انفذ رايي وانت تنفذ رايك. وعلى فكره ما توصل لو لحل. هي نشفت دماغها، لو النقاش اللي بالنسبه للراجل بالذات لقى مراته او الست اللي معاه دماغها مره واحده قلبت وبقى رايها عصبت بقى متماسكه، ماشي انت صح حتى لو هي غلط، انت صح، كلمه انت صح هتريحها، بعد كده هتفهم ان هي غلط من جواها، فبالتالي هتشك في نفسها. الراجل المفروض هو اللي يكون الحكيم في البيت. مراته مهما ما تيجي عليه برضه خليه برضه هو يبقى عنده ثبات انفعالي وعنده ضبط نفسي وعنده حكمه. احيانا دايما الحكمه عند الراجل، ولو الحكمه عند الست يخرب بيت الجمدان. بص هقول لك على حاجه، ليه الراجل الحكمه عنده معلش انا اسف يا رامي هكمل بس عايز ارد على لساني هيتشال معلش عشان هو بيتكلم من غير جواز. الحكمه عند الراجل دايما بتبقى اعلى، ان الراجل بيبقى احتك بالشارع اكتر، مظبوط، فبيبقى عارف الدنيا اكتر، فعارف تفكير الراجل اللي واقف قدامه اكتر. تمام. حتى لو الست شغاله، الست برضه ما عندهاش الخبره دي، مش عارفه الراجل بيفكر في ايه. لا الراجل عارف الراجل والست هيفكروا ازاي، مع ان ما الستات دماغها ما تتفهمش، كان في كعبله واسلوب داخله جوه كده، الدنيا جوه بعضها، بس هرمونات وتقلبات، هتفهم هي قصدها ايه، تقلبات مزاج وتقلبات عكس الست. اتفضل بقى قول اللي انت عايز تقوله. معاك يا حسين، بس معلش انا اسف انت ما اتجوزتش. يعني انا احيانا ممكن استخدم الحكمه واستخدم العقل والمنطق والهدوء، واحيانا انا عندي ضغوطات مطلعه عين امي، انا عندي مصاريف وعندي اوقات. يعني تخيل اسالك سؤال كده يا حسين، بس انت النهارده مثلا ما قبضتش الشغل، ما قبضكش،
ايه رايك اسالك سؤال، انت ما قبضتش ليه؟ جاوب. القبض ما نزلش. ما هو انت لسه قايلها نفس الجمله. القبض لسه ما قايل نزلش. نفس الجملة؟ فانت ما قبضتش ليه؟ تاني؟ انت ما قبضتش ليه؟ القبض ما نزلش. ما هو ما نزلش بسبب ان الشركة اتأخرت. طب مش انا الشركة ومش انا اللي بقبض نفسي. شفت انت والله اتعصبت. والله دلوقتي اتعصبت. هو دي بقى، انت في حاجات انت بتنرفزك، انت في اسئله مستفزه. يعني انت معكش فلوس ليه دلوقتي؟ انا عايز الحاجه دي دلوقتي. ما دي بقى ترجع للزوجة. ايوه انا بتكلم في كده. لا ما تضغطيش. الى جانب بقى الفسح والخروجات، احنا ممكن نتفسح ان احنا نتمشى على البحر وناخده دورة مشوي، وممكن نتفسح ان احنا طبعا كل دلوقتي الخروجات للاسف مصاريف، حتى يعني المواصلات للاسف بتدفع بفلوس. يعني دلوقتي لو انت هتطلع في حته هتدفع مواصلات قد كده. قال لها حوالي 70 جنيه هو وهي. فما تطلبيش مصروفات وانت شايفه الحال. ما تطلبيش فسح وخروجات باستمرار وانت شايفه الدنيا عامله ازاي. وفي نفس ما الوقت تضغطيش عليه ماديا. وفي نفس الوقت لأن الدنيا كراجل ما بايظة. ينفعش تفضل حابسها. لا في حدود امكانياتك يا حسين. ايوه لا انا مش بتكلم يعني مثلا معلش لو يوم في الشهر اخرجها ماشي في يوم في الشهر. افرض انا الشهر ده ظروفي الماديه وحشه، معلش انا بتكلم في بتحصل. ظروفي الماديه وحشه طب اعمل هي ايه؟ عامله حساب ان اليوم ده ماشي لكن ما ده مش على طول. لا مش على طول. انا بتكلم ان هو من حقها. لا انا بتكلم ان ده اللي بيحصل. من حقها. انا بتكلم ده اللي بيحصل. في ناس لا للاسف. معلش هنزل اقعد مع اصحابي على اولى. لا ده غلط. وفي نفس الوقت برضو طلب الرومانسيه دائما. انا مش مطالب كراجل ابقى رومانسي 24 ساعه في ال 24 ساعه طول اليوم. مطالب برضه منها هي كمان كده. لا ماشي اوكي. ولا مطالب اللي انت تقعد مكشر في وشها 24 ساعه. ولا هي تبقى مكشره ولا هي 24 ساعه. مع ان حق مكتسب ليهم يعني. ليه حق مكتسب؟ هو انا عايز افهم بقى النقطه دي. لا بقى هتقدم لك بقى. النكد عندهم فاهم كده اللي هو ايه؟ ايه؟ ليه انا كزوج؟ ايه انا عملت ايه؟ ليه كان انا في كزوج؟ الوقت ده لازم تعمله على اساس ان هم عيل صغيره. ثانية انت متجوز؟ هسألك سؤال. في سؤال الخطوبة بخير. او الجواز. سؤال الخطوبة او الجواز. مراتك ما حلمتش في مرة ان انت بتخونها وقامت تتعارك معاك في الحقيقة؟ تمام؟ هي حصلت معانا برضه. وحصلت ان انا في مرة حلمت ان انا مت وقامت تتعارك معايا. طب انا مالي؟ انا مت في حلمك. القصه مش بس كده. انت بتتكلم في حاجات كوميديه ممكن نضحك عليها. انا بتكلم ليه ابوظ حياه جوزي وابوظ حياه بيتي بالنكد والزعل المستمر، وليه ما احبهوش؟ يعني انا طالبه انه انا اتحب، وطالبه ان يتقال لي حبيبي وبتاع طول الوقت. اوكي انا اكيد مش هعمل ده طول الوقت. اكيد انا مش راجل طول الوقت مودي حلو. اكيد في اوقات مودي وحش. هشيل شريحه نكد. انا مش مودي وحش. انا في ايام في اوقات مودي وحش، في اوقات بس انا عندي سؤال بقى. انت مودك وحش بسبب ايه؟ شغل مثلا ولا حاجه. بس ثواني بس كان بس نقطه ما تجيش عليها. بس في نفس الوقت انا مش هبقى رومانسي في الوقت ده، ما تقنعنيش. بس هتبقى كويس معاه. هتبقى كويس. انا بقول لك لازم تبقى رومانسي يا حسين. افهم. مش كويس. مش الدرجه دي. لا انت عادي هتقعد عادي بتاكل وتشرب وبتاع. لا حبني يعني طبطب عليا. طب انا عايز افهم حاجه. هو دلوقتي اما انا ابقى قاعد مثلا جنب مراتي وانا مثلا في حاجه مزوداني بس انا يعني مش محسسها علشان ما شايلهاش الهم، او ده لو في حاله ان هي واحده ما بتفهمش. اما لو هي واحده بتفهم فالمفروض اشاركها. ممكن بتفهم وبتشارك بس هي يعني ما تشيلنيش الهم كل شويه مثلا. يعني شايلني هم بس مش على طول. ما انت برضه لازم يبقى عندك دم برضه فعلا ما تشيلهاش على طول. ولو انت متزاول بقى وساكت، طب انت ساكت ليه؟ المفروض تكلمني تشاركني. لما هي بقى تيجي تقول لك كده فعلا شركه والله انا كنت خايف بس انت تزهقي. تمام كمل. المهم اعملها على اساس ان هي عيله صغيره ما بتفهمش. تمام؟ كمل. وانت اللي هتتشتم احنا مالنا. لا انا بتكلم في العموم. احنا بتكلم في العموم. انا بتكلم في العموم. في المطلق. برضه هتتشتم. انت مفكر ان الموضوع هيعدي؟ يا عم مش مهم. كمل. فنسيت. انت بتتكلم دلوقتي في المناقشه. في المناقشات بقى دلوقتي لما تيجي مثلا تقول لي ايه ما تحبني بقى يعني ما فين كلامك الحلو. فهم انا باصص لها اقول لها بحبك. طب هي انت ما هو ده. الله ينور عليك يا حسين. هو ده. انا مودي لازم يبقى بقول الكلمه بعفويه، اخدك بالحضن بعفويه، مش بالطلب ولا اطلب منك ده. بعد كده تيجي تخش المطبخ وانت تحضنها من وراها
يا انت بقى في ايه بقى؟ انا بعمل الاكل بقى، ما تخلونيش يا عم. اسال المجرب ولا تسال الطبيب؟ هي الفكره اصلا يا في كل اللي انت طبعا بيجي بتشوفه معانا بسرعه كل اللي بتشوفه في الافلام الاجنبي فاهم ما بيتحققش. ما بيتحققش. فاهم يعني فكره ان انت هتصحى من النوم هتلاقي مثلا يعني مراتك لابسه قميص وعلى تحت مفيش، والحاجه جميله واقفه بتعمل لك الاكل وانت هتيجي تروح حاضنها وعاطيها بوسه فاهم، تروح لافه وراك بالحضن فاهم. انا كنت فاكر ما الجواز بيحصلش. يعني الحمد لله بقى كده. والله العظيم وش هيتغرش من الحلقه. انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم ليه ما يعني حياتنا تبقى رومانسيه في كتير من اللحظات، وزي ما انت معلش طالبه برضه بالرومانسيه اللي انت بتقوله ده بالمود ده، خليك انت كده، قدمي انت السبت. بص هو مش لازم انا اقدم السبت على طول، ما تقدمي والله انت بص، السبت هو وانا انا الحد. بالنسبه لي كشخصي انا الاهم من الرومانسيه التفاهم. لو في تفاهم الدنيا ده شيء هتتحل، مهم فكده برضه. كده هتلاقي في رومانسيه. ده شيء مهم برضه. التفاهم ده مبني على ايه بقى؟ الراي والراي الاخر، مش راي اوحد. لان في ستات والاخلاص في ستات كل دماغها انا ايه، انا ظروفي دلوقتي ايه، انا تعبانه، انا عيانه، انا عندي شغل، ده بس على فكرة انا مش كلهم. معظم. بعدين معلش بس انا ليه انت بقى فين الجنب الاخر من الدنيا؟ يعني انا كذا، انا كزوج لازم اعمل ده برضو، افكر فيها هي ظروفها ايه ولازم اراعيها ونفسيا بس انا لازم محتاجه مراعاه، مراعاه في كل حاجه، بيولوجيا بقى وجسديا ونفسيا وعاطفيا وجنسيا وكل حاجه لازم اتراعى. الفكره بس اللي انا عندي كمان نقطه بستغربها قوي، فكره اللي هو ايه، اللهم صل على النبي، كانت ايه؟ انا نسيت. الفكره اللي هي دلوقتي فكرت حصلت مشكله ما بين الراجل والست، المشكله ديت لازم تتحل ما بين الراجل والست، ما يدخلوش الاهل، ما يدخلوش الصحاب، حتى لو هتحكي اللي هو انا عايز افضفض. الكرسي اللي جنبي ملوش دعوه. اتكلم في راي اخر مع احترامي رايك، هو كلامك صح، ولان هي بتوسع بالذات لو في اهل مثلا ايه بيبقوا عايزين بقى ايه يضربوا اسفنات، وحتى لو مش قاصدين ان هم يضربوا اسفنات فالمشكله بتكبر برضه، لان هم مش بدماغهم زينا يعني لو مثلا زي الزوج والزوج. بس اقول لك حاجه، احيانا بنوصل لحاجه ست، هنعمل ايه في الحاله دي؟ انا رايي، انا عايز اخد رايك بقى. يعني انا دلوقتي انا يعني سين من الناس وصاد من الناس حصل ما بينهم خلاف 100% من المشاكل تمام اللي احنا بنوصل لحته سد. لا انا بقول لك لو افتراض مشكله واحده حصلت دخلت في حته سد تمام، انا هشاهد كبرها. ايوه كبرها مش كبيري، مش صاحبي، مش صاحبتها ولا اهلي. والله انا من رايي انا قفلت وهي خلاص قفلت ومش لاقيين حل، لازم برضو انا يعني يبقى عندي ضبط نفسي او واخد بعضي ونازل اتمشى شويه او اطلع. ما تزعلش منك في حاجه زي دي بقى. المفروض يزعلوا. بص هي لو زعلت انت بتسيبني وتمشي؟ مش مهم. ليه مش مهم؟ لان احنا لو لو فضلنا قعدنا ممكن نزعل اكتر، هيبقى الموضوع ممكن يوصل لطلاق. غلط. صح، الموضوع ممكن يوصل لطلاق، فتزعل ماشي، هتصالحها يومين 3 اسبوع مش مهم، هتعدي. بس اللي هو انتم جوه لازم هم يفهموا القصه دي، ان احنا لو الموضوع وصل لشراره لازم نحاول نبعد عشان الدنيا تهدى ونبدا هنرجع افضل من الاول. ولازم على فكره ممكن انزل اتمشى لوحدي الاقي حل. لا كمان الموضوع يعني في لازم ده برضو الازواج ما بيفهموش الكلام ده، لازم يبقى في فتره صمت شويه بين الزوج والزوجه، مش على طول بس اللي هم ابعاد، يعني لو حصل خلاف ابعدوا شويه عن بعض، خليكم مفكروا كل واحد لوحده شويه، على الاقل هتهدوا يعني نفسيا هتهدوا. ما يبقاش في وسط الخلاف والمشاحنات احنا يلا تاني ورابع، لا ابعدوا يمكن الدنيا تبقى تهدى. في النهايه هي علاقه مقدسه، ربنا سبحانه وتعالى كرمها وحللها لينا، فلازم ان احنا نرعى الحلال ده لان ده بيحمينا من الحرام. وكل زوجه حافظي على جوزك عشان عينه ما تزغللش وما تطلعش بره، وكل زوج حافظ على زوجتك برضو لنفس السبب، حتى لو هي الزوجه يعني محترمه وبتصونك لا حافظ عليها ممكن تسيبك. تمام؟ فانتوا تحافظوا على بعض وتبنوا بيت محترم وتراعوا لاولادكم وتراعوا معاشركم وما تضغطوش على نفسكم. ولو برضو مع احترامي يعني كل حد، لو حصل خلاف كبير وخلاص انتوا مش قادرين مش طايقين بعض ومش قادرين عيشة بعض، لا يبقى في يستحسن الطلاق في الحاله دي.
تمام، وحتى لو في ولاد يستحسن الطلاق، لان انت ممكن تخونها او هي ممكن تخونك بعد كده ويحصل العيال مصايب. بقى ايه تطلع بقى ايه معقدين بتحصل نفسيا. معقده، بس هو في طلاق عن تفاهم، يعني احنا بنحب بعض فنحترم ولادنا ونحترم، ما يبقاش في محاكم بقى عشان تشوفهم قصص هو بالمصري كده يا اولاد ليه كده؟ مش قد الجواز، ما ولو تتجوزوش. انتوا صح. مش مهيئين نفسكم ولا يبقى اب نفسيا ولا مهيأ لأب، لأب ولا أم، يعني ناس يا محترمين يا ناس يا كويسة يا بنتك كويسة، انتم قد الجواز. يتجوزوا. أهم حاجة تكون قد الجواز نفسيا، اتجوز. ست او راجل، ست أو بنت راجل. او ولد. مش قد الجواز ما تتجوزش، علشان نفسيا وماديا وثقافيا وثقافيا وفكريا وعقليا وكل وكل حاجة. حاجه. جسديا. لان الماديات برضو في ناس بتفكر اللي هو الجواز اجيب شقه وعفش، اجيب جواز وعفش والكلام ده، جواز وعفش والقصه دي. لا، الجواز ليه مصاريف بنت بعد كده، يعني اعمل حسابك ان انت هتدفع فلوس هبله بعد كده، فمش مجرد ما لقيت شقه وخلاص وخلص. فلازم تراعي نفسك ماديا، يبقى عندك سولد مادي وعندك مرتب حلو تصرف عليه. قولوا لنا رايكم بقى في الكومنتات، وما تنسوش لايك وشير وتشتركوا في القناه. تين تاني الجرس، زر الجرس، ايوه اللي هو التنتن دوت. وبالمصري كده احلى مسا عليكم. بالمصري كده مسا الفل عليكم. بالمصري كده الف مبروك، وربنا مسا الفل يكرمكم عليكم. الخير ويتممها عليكم ربنا بالخير. ربنا تتجوزوا. عايز انا مع السلامه بالله. يلا باي باي.